السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون تجميع للتلات اجزاء اللي فاتوا من ملخص من هوى الشيطان المجنون ظهر، ويا ريت تدعموني بلايك واشتراك وتكتبوا كومنت تحت الفيديو. يلا ما اطولش عليكم، اتمنى انكم تقضوا وقت ممتع ان شاء الله. تبدأ حكايتنا مع بطلنا وهو واقف على حافة منحدر عالي باين عليه اثار القتال، وبيتكلم مع نفسه بصوت عالي وبيقول: المكان ده بيفكرني بالعصور القديمة، بالأيام اللي حلمت فيها إني أكون حاكم فنون قتال. لما كنت بقول للناس على تطلعاتي كانوا بيعاملوني أكني مجنون، لكن ما استسلمتش واتدربت ليل نهار عشان أحقق حلمي. كأني فعلا مجنون، بس للأسف مهما حاولت ما كانش كافي. هنا بيجي شخص من وراه وبيقطعه، شيطان مجنون. بيلف بطلنا عشان يبص مين اللي بيتكلم، بيلاقي كتيبة مقاتلين وبيقول قائدهم: توقف عن إضاعة الوقت وسلم اللؤلؤة السماوية اللي سرقتها من الطائفة. ويكون اللي بيتكلم اليد اليسرى للطائفة الشيطانية، الضوء المضيء. بيغضب منه بطلنا ويبص له ويقول له: انت مش شايفني بتكلم دلوقتي؟ يرد اليد اليسرى للضوء المضيء: القصص اللي بتحكيها دي ملهاش لازمة، انت نهايتك اتحددت بالفعل. انت نجحت انك تهرب بشكل كويس لحد دلوقتي، لكن خلاص وقعت في ايدينا. يسكت بطلنا شوية ويكون ماسك في ايده لؤلؤة مضيئة ويقول بكل هدوء: قلت ان دي لؤلؤة سماوية صح؟ ها تحب اوقعها من فوق الجبل؟ يخاف جدا اليد اليسرى ويقول له: اسف كمل من فضلك قصتك. ويكون واضح ان اللؤلؤه دي مهمه جدا بالنسبه للطائفه. يلف بطلنا ويبص تاني للهاويه اسفل الجبل ويقول: انا بارع في العاب العقل والخداع والكذب، ولا يمكن ايقاعي في فخاخ المتعه. انا كمان دماغي مش خفيفه في الشرب، وجيد جدا في تقنيه الجسم الخفيف. يرد عليه اليد اليسرى وهو منزعج: انت الوحيد اللي شايف كده، خصوصا فخاخ المتعه. السبب انك ما وقعتش ابدا في فخاخ الحب ان النساء الجميلات ما كانوش قادرين يمثلوا انهم معجبين بيك، عشان كده احتاجنا نجيب لك اكتر بنت طبيعيه وعاديه لقيناها. العالم كله شايف حقيقتك اللي انت مش شايفها، وعمال يتمهزأ بيه. بصوا لبعض جدا بغضب، قام بطلنا مسك اللؤلؤه تاني وهدده: ها شكلك عاوزني احدف اللؤلؤه في الهاويه؟ يرد عليه اليد اليسرى: اسف كمل بطلنا قصته اللي غالبا هو الوحيد اللي مقتنع بيها. عشان اكون حاكم فنون قتال كنت مجنون في جميع المهن، هو ده انا، الشيطان المجنون. يتصدم كل اللي في كتيبة الطائفة الشيطانية ويكون باين عليهم الزهق والملل ومش قادرين يسمعوا قصته أكتر من كده، بس للأسف مضطرين عشان معاه اللؤلؤة اللي بيهددهم بيها. يقولوا له: ها خلصت؟ يرد بطلنا: لا لسه. بعد تحمل هذا الموقف كل شيء يبدو بلا معنى، حتى الأوقات اللي أمضيتها في السفر من أجل تحقيق العدالة للعالم. يرد عليه قائد الكتيبة: عدالة؟ أنت على قائمة المطلوبين كعدو عام، أنت في قائمة المطلوبين أعلى مني أنا شخصيا، وأنا اللي عضو في الطائفة الشيطانية. يبص له بطلنا وهو غاضب: أنت شكلك كده عاوزني أرمي اللؤلؤة بقى، شكلك مصمم. يضطر يتأسف له قائد الكتيبة وهو مصدوم، فيهدى بطلنا ويقول: باين كده ان اللؤلؤه دي مهمه جدا عندكم، بس على فكره انت بتتحكم كويس في اعصابك، وقتلت 100 جندي من نخبه الطائفه الشيطانيه وانت بتطاردني، لكن انت ماسك نفسك كويس. يقول القائد لنفسه وهو مشتعل: ايها الشيطان المجنون، مش معنى ان عندك فم معناها انك تستخدمه زي ما انت عاوز. في اللحظه دي يلاحظ بطلنا نيه القتل عند القائد ويقول: تمام، يلا نخلص الموضوع بالقتال، لكن قبل ما نتقاتل لازم اتخلص من اللؤلؤه دي من اعلى الجبل، لان صعب جدا زي ما انت عارف ان انا قاتل وانا ماسكها. هنا يكون القائد هيعيط خلاص: طب بالله عليك خلينا نحلها ودي. بطلنا يكون غاضب جدا منه ويقول له: ودي؟ بقالك ايام بتطاردني باستخدام شبكه السماء بدون ان تمنحني اي راحه. انا لا اكلت ولا شربت ولا دخلت الحمام حتى، عارف انا مكتئب ازاي بسببك؟ يمسك بطلنا اللؤلؤه قدامهم ويقوم بلعها وسط صدمه الكل ويضحك وهو بيقول: طعمها ما كنتش متوقعه، طعمها زي خوخ. القائد يكون بيغلي ويقول له: انت عملت كده فعلا؟ ويقوم الجنود: هجوم، اقتلوه، لا سيبوه حي ونقدمه لقائد الطائفه وهو عايش. تبدا الطائفه بالهجوم وصاحبنا يكون مستعد، ويبدا يقتلهم واحد ورا التاني بايديه المجرده بدون سلاح، ومحدش عارف يتصدى له ولا يلمسه حتى بالسيوف. بيخلص عليهم كلهم، وفجاه يتنقل المشهد ليه وهو بيطير وبيقع من فوق الجبل وبينزف وبيقول لنفسه: هل كان قوي جدا بالنسبة لي نتعامل معاه في حالة جسدي دي؟ ويقول القائد وهو بينزف الناحية التانية: الشيطان المجنون، عشان تكون بالقوة دي وجسدك متهالك كده كان أقوى بكتير عن اللي احنا كنا متوقعينه. وبعدين يكتشف إنه رمى بطلنا من فوق الجبل ولقلقه في بطنه ويصرخ ويقول: لا. يقول بطلنا لنفسه: مش سيء اللي حصل. ويقول لهم وهو بيقع: أتمنى أن يقتلكم زعيم الطائفة جميعا، اللعن عليكم. يؤمر قائد جنوده انهم ينزلوا للهاويه يجيبوا بطلنا، او على الاقل اللؤلؤه من بطنه. ويقول بطلنا لنفسه في اخر لحظاته وهو بيقع: على الاقل قتلت قبل وفاتي، قتلت العديد من النخبه من الطائفه الشيطانيه، وسرقت واكلت العنصر المقدس للطائفه. حياتي كانت مثيره للغايه،
يا ترى لو الاتحاد عرف باللي عملته هل هيدولي جايزة أفضل مقاتل للسنة؟ وقبل ما يصطدم بالأرض يقول مش مهم دلوقتي، لكن المهم أنا ليه ما كنتش قادر أواعد بنت جميلة. وفجأة يلاقي نفسه في مكان أبيض واسع وقدامه عجوز طاير بيقول له أكلت شيء فيه روح بدون ما تفكر، أنت أكيد مجنون. يلاحظ بطلنا إن العجوز ده مش عادي وقوي بشكل جنوني. يكمل العجوز اللؤلؤة اللي أنت أكلتها دي فيها نفوس العديد من فنانين الدفاع عن النفس المهمين. بعد ما أكلتها النفوس دي مش هتطلع، هتفضل ملتصقة بيك، ولو نمت هيصحوك، لو أكلت هياكلوا معاك وهيتمسكوا باللي بتلبسه. بطلنا يكون مندهش جدا وشكله ما كانش عارف المصيبة اللي عملها لما أكل اللؤلؤة. يكمل العجوز ويقول اللي تشيل خاصة بيك هتتهيج ومش هتقدر تسيطر عليها. بطلنا بيكون فرحان إنه هيكون أقوى مش مصدق نفسه. يبص له العجوز بنظرة مين العبيط ده؟ الشاب ده أكيد أحمق. ويسأل العجوز بطلنا وهو بيبص له بصة اخترقت قلبه أنت أكلت اللؤلؤة ليه؟ خاف جدا بطلنا وحس بالتهديد من نظرة العجوز وقال في نفسه إن العجوز ده قوته تفوق قدراتي بفرق مأهول. لو ما جاوبتش الجواب اللي هو عاوزه هموت. لا ده أنا هتمحي. يجاوب بطلنا أنا ما أكلتش اللؤلؤة عشان عايز أكلها، أنا كنت بس عاوز أتأكد إن زعيم الطائفة مش هيستخدمها قبل ما أموت. أنا بكره زعيم الطائفة الشيطانية جدا، ما بيشوفش الآخرين على إنهم بشر. لو شخص زيه أصبح أقوى أنا حتى مش عاوز أفكر في الموضوع. يعجب العجوز بإجابة بطلنا ويقول له يبقى هي دي طريقتك بقى في فعل الخير، ده سبب وجيه. وبطلنا يكون خد نفسه خلاص بعد ما اطمن العجوز مش هيقتله. يكمل العجوز كلامه ويقول له شريان الحياة اللي هديهولك ده هيكون الأخير، مش هقدر أساعدك تاني لأني هتلقى عقاب. ده أفضل شيء ممكن أعمله لك وأفضل هدية هتحصل عليها. ويكون بطلنا مش فاهم وعلى وشه الدهشة. ويبدأ العجوز يضم إيده ويطلع منها ضوء قوي. وفجأة يصحى بطلنا على سرير في النزل ويقول هو ده النزل اللي عشت فيه لما كنت طفل. ونعرف هنا ان بطلنا اسمه يي زاها وهنديه بقيه القصه بزاها. هتسالني ليه؟ هقول لك بحب لعيب الكوره اللي اسمه زاها. ويفتكر بطلنا قبل ما يقع من فوق الجبل لما كان بيقاتل الطائفه الشيطانيه وهو بيقاتل اليد اليسرى بعد ما خلص على كل اتباعه وبيقول له انت ما كنتش تقدر تقاتلني وانا بكامل قوتي، دلوقتي لاني مصاب انت مش خايف وبتتباهى. ويبدا القتال بهجوم القائد على بطلنا زاها. يبدا يجمع زاها الطاقه في كفه وبيقول لنفسه تجميع قوه مزق اصاباتي الداخليه، لكن حتى لو هموت هاخد قائد الكتيبه معايا. وبدأ زها بضربته رحلة للأراضي الفولاذية. ويكون اليد اليسرى مجمع الطاقة كمان في كفه ويصطدموا ببعض، المكان يتدمر ويطلع ضوء يعمل موجودين. يرجع تاني بطلنا للنزل اللي صحي فيه ويقول لنفسه ده فعلا المكان اللي كنت عايش فيه، مش باين ان ده حلم. ايه اللي حصل؟ كان سني حوالي 20 سنة لما كنت عايش هنا. بعد كده فكر في الموضوع شوية وقال لحظة، انا ممكن ابدا تدريب فنون الدفاع عن النفس قبل سنوات من المره اللي فاتت، وطالما اتعلمتها قبل كده هتعلمها المره دي كمان، بل وهكون اقوى من قبل كده. فجاه وهو متحمس يحس بالم رهيب ويكون باين عليه اثار الضرب، لكنه مش فاكر كان امتى وايه السبب. ويلاقي النزل متكسر بالكامل. ويبدا يفتكر انه شغال في النزل ده كخادم وكان في زباين بيضايقوه سالوه ايه السبب انك بتحوش الفلوس. تردد في الرد عليهم ويقول لهم الحقيقه انه يائس ووالده ووالدته توفوا. فقال لهم اول حاجه جت في دماغه انه بيحوش فلوس عشان يروح نزل بلو بلوسوم ويسمع اغنيه لشاي هيانج. ما كانش يعرف ان كلامه ده هيطمع فيه الاشخاص ويفتكروا انه غني وبيكسب فلوس كتير، عشان نزل بلو بلوسوم ده اغلى مكان في المدينه وشاي هيانج دي اجمل بنت في المكان. وبداوا يتكلموا عليه في ظهره ويقولوا ان هو فاشل والاشاعات انتشرت، فضربوه وكسروا النزل اللي شغال فيه كخادم. يبدا صاحبنا يقول انه لازم يتفحص حاله جسده بعد العلقه اللي اكلها دي يا عيني. ويبدا يعلم جسده القديم فنون القتال والتامل اللي اتدرب عليهم لما كان شيطان مجنون قبل ما يرجع مره تانية لجسده القديم. اول ما يبدا في التدريب طاقه التشي تنشط، وده اللي بيخليه مصدوم ازاي في طاقه تشي في جسده. وفي حياته السابقه في الوقت ده ما كانش عنده اي طاقه تشي، ولاحظ انها موجوده بكميه هائله وبدا رحلته في التعلم. بعد ما يخلص تدريبه وتامله يتفاجئ انه وصل للمرحله الاولى من فن رحله الاراضي الفولاذيه بسرعه جدا. ويبدا يفتكر كلام العجوز وهو بيقول له ده افضل شيء ممكن اقدمه لك وافضل هديه هتحصل عليها. ويبدا يشك ان الطاقه اللي فيه دي بسبب العجوز واللؤلؤه السماويه اللي ابتلعها، بس يتضايق ان نص الطاقه اللي جواه خامله. لكن بيهدي نفسه ويقول مفيش داعي للاستعجال، كده كده هكون اقوى قدام وبشكل اسرع مما اتوقع. ويبدا يحس بجوع شديد بسبب تقنيه القلب، فيقرر انه ينزل المدينه ياخد له جوله هناك. وفعلا نزل المدينه وبدا يتمشى وذاكرته بدات تنتعش ببطء. لكن بالفعل الشائعات انتشرت عنه، حادثة العلقة السخنة اللي كلها وتكسير النزل اللي شغال فيه، وكان أهل المدينة بيبصوا له بصات استهزاء وبيتكلموا عنه أبشع الكلام. ويقول لنفسه زها وقتها أنا كنت بتعامل وحش جدا بسبب إني خادم في النزل، أنا كل ما أفكر في الموضوع أحس بغضب شديد. ويوصل زها ساعتها لحانة بلو بلوسوم ويحاول يدخل، لكن الحراس بيعترضوه ويحتكروه لأنه عاوز يدخل وهو مجرد خادم في النزل. بيبدأوا ياكلوه نفس العلقة اللي خدها في النزل اللي شغال فيه خادم. شفنا في الجزء اللي فات بطلنا زها دخل نزل بلو بلوسوم بعد ما سفلت وش الحراس ودخل زعق اللي عاملين في النزل وسط صدمه ودهشه من الجميع.
الحراس اللي جوه النزل بيقولوا لبعضهم ده اكيد اتجنن من العلقه اللي خدها من كام يوم عشان يجيله قلب يدخل الدخله دي. بدا الحراس يتجهوا ناحيه زها ويقولوا له انت جاي هنا تاني ليه وايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ يرد بطلنا وعلى وشه ابتسامه استهزاء، واضح ان المكان ده للاكل والشرب وانا جاي عشان اعمل كده. في وسط ما الحراس غاضبين وهيبداوا يهجموا على بطلنا يجي رئيس النزل ويقول لهم توقفوا. ويفتكر بطلنا مدير النزل ده من حياته اللي فاتت واسمه تشا سونج تي، ويكمل مدير النزل كلامه احنا ما نقدرش نتخلص من الزبون جاي عشان يستمتع بوقته، مش هيكون شيء لائق، الزبون دايما على الحق. يبتسم زها ويخش وهو بيوسع الحراس ويقول لهم سمعتوا مديركم حاسبوا من وشي. المدير بيقول للشغالين في النزل امتى هيجي الخادم النزل تعبان زي زها انه يجي مكان زي ده، ظبطوه واخدموه كويس. يخش بطلنا اوضه مخصصه ليه وينزل له اشهى المأكولات والمشروبات، وكل اللي في المكان واللي بيخدموا عليه بيبصوا له بصه غضب وهو ولا على باله، وعمال يستفز ويشتم فيهم ويأمرهم بطلباته، وهم يكونوا ماسكين نفسهم بالعافيه لان مدير المكان هو اللي طالب منهم انهم يخدموه خدمه 5 نجوم. منك يا زها اتمسكنت لحد ما اتمكنت. يكون بطلنا عمال ياكل ويشرب حاجات اول مره يشوفها في حياته، وتجيله البنت اللي بتصب له وتخدم عليه فيسالها هي تشاه يانج هنا صحيح؟ ويطلب من البنت انها تنده له على تشاه يانج. بعد فتره وهو غرقان فيما لذ وطاب من الطعام والشراب يخش عليه احد الحراس ويقول له انت شكلك اتجننت يا حثاله، انت عمال تطلب وتشتم وتهزق فينا وما كفكش كده كمان بتطلب اجمل بنت في المكان. يرد عليه بطلنا بعد ما يشرب من كوبايته ويقول له مالك بس متعصب ليه؟ انت اسمك دونج صح؟ تعالى هصب لك كوبايه واقعد معايا. الحارس ساعتها يكون مش فاهم ويقول له انت فيك حاجه؟ اكلت حاجه فاسده؟ طب احنا ضربناك على دماغك جامد المره اللي فاتت. يتجاهلوا صاحبنا ويصب له في كوبايه والحارس دماغه هتطرشق من الغضب وعمال يتنطط ويزعق. يرد زها ويقول انا بس كنت عاوز اكل واشرب وقابل تشاه يانج، ايه مشكلتكم؟ ليه كلكم هنا بتنبحوا زي الكلاب؟ يكون الحارس خلاص فقد عقله وهيبدا يهجم على بطلنا. في اللحظه دي تخش تشاه يانج وتفتح الباب وهي شكلها مش مبسوطه باللي بيحصل. تطلب من المحارب دونج يطلع من المكان، تقعد قدام بطلنا وتقول له انت مبتسم ليه؟ يقول لها بدون سبب، هل الخادم اللي زيي لازم يتحكم في عواطفه لو كان في مكان فخم جدا زي ده؟ تطلب منه تشاي هيانج انه يغادر قبل ما يسبب المزيد من المشاكل، وكمان قبل حسابه ما يزيد لانه طلب اغلى اكل وشرب، ده غير المشاكل اللي عملها مع العاملين والحراس، وكل ده هيتضاف على فاتورته. يكون بطلنا مش مركز في كلامها وكل اللي في باله انا اول مره اشوف تشاي هيانج من المسافه القليله دي. كمل تشاي هيانج كلامها وعاوز اقول لك حاجه، انت لو جبت معاك كيس كامل من الذهب والفضه اللي في دماغك ده مش هيحصل. مش هنتقرب لبعض، مش معنى ان شغاله في النزل فانا هتقرب من اي شخص يجي المكان، انا مش من اياهم يا معلم. يسيب زهر الكوبايه من ايده ويحطها قدامه ويقول وهو على وشه ملامح ثقه انا ما قلتش ان انا عاوز اقرب لك، انا كل اللي قلته اني عاوز اسمع اغنيه واحده منك. ترد عليه لكن انا سمعت ان الناس بتقول ان يقطعها بطلنا ويقول ده كان على سبيل المزاح في النزل، انا ما عوزتش كده ولا حتى معايا فلوس لكده اصلا. سبب بحثي عنك اني اقول لك اطلعي بره. تتصدم البنت جدا، دي اول مره حد يقول لها كده، دي اجمل بنت في النزل، وتفضل قاعده مصدومه ما بتتكلمش. يقول لها مش قلت لك اخرجي انت ما بتسمعيش؟ في اللحظه دي يخش 3 حراس يقولوا لا ده انت كده زودتها قوي، اطلع لنا بره مش عاوزين نوسخ المكان بدمائك. يصب زها اخر قطره من الزجاجه في الكوبايه اللي قدامه ويقول لهم على الاقل سيبوني انهي المشروب ده قبل ما اطلع. يتصدم الحراس من هدوءه يكمل كلامه في ايه؟ انا متاكد من انكم واثقين انكم ممكن تقتلوا شخص زيي في اي وقت انتوا عايزينه، مش صح ولا ايه يا شباب؟ يضحك الحراس ويطلبوا من تشاي هيانج تطلع من المكان ويقعدوا قدامه مستنيين يخلص المشروب، وبيتكلموا قدامه ان بطلنا طلع راجل حقيقي، وكمان طلب من تشاي هيانج تخدمه. بيقولوا له لو كنا عارفين كده من الاول كنا ضربناك اقوى المره اللي فاتت. يخلص زهر المشروب ويقول للحراس شباب هل انا مصحى؟ يقولوا هو انت عندك شك؟ كان ممكن الموضوع ينتهي بعد العلقه اللي خدتها قبل كده، لكن انت ما بتتعلمش وجيت تاني. يضحك بطلنا والحراس كمان يضحكوا معاه في نفس الوقت وهم بيسحبوا سيوفهم، وهوب يقلب زها الترابيزه عليهم ويشوط الترابيزه بكل قوه لدرجه انها خدت الحراس ال3 في طريقها وما كانوش قادرين يطلعوا من تحتها. يدوس بطلنا عليهم ويقول هل ما زلت مصحى؟ يطلع بره قائدنا بعد ما الحراس يفقدوا وعيهم، يلاقي ست واقفه يقول لها هاتي لي مشروب تاني ايتها العجوز الشمطاء. تبص له الست بصه غضب يقول لها قبل ما تفتحي بقك فكري في كلامك عشان ما بحبش امد ايدي على واحده نسوان. تلف الست وشها وتمشي تجيب له طلب. يقف بطلنا قدام الحراس فاقدين الوعد يقول لهم ايه رايكم بقى في المصحى؟ مالكم ما بتضحكوش ليه؟ في اللحظه دي يجي رئيس النزل ومعاه كل الحراس اللي في النزل ويبص لبطلنا ويبص للحراس فاقدين الوعي قدامه، يقول له بطلنا انت شرفت يا معلم. يبص المدير للحراس فاقدين الوعي مره تانية ويقول لزها انت مجنون ولا انت عاوز تموت ولا ايه حكايتك؟ يضحك زها على كلامه فيتغاظ المدير وما يعرفش يمسك اعصابه وهوب يهجم على زها بحركه فنون قتاليه. لكن خلاص زها القديم مات، دلوقتي زها تاني خالص يتفاداها بكل خفه ويمسك زجاجه ويلبسها في جبهه المدير، تبدا جبهته تنزف فوق عينه اليسرى. ويبص زها للمدير والحراس ويقول لهم حد ليه شوق في حاجه؟ المدير يكون متعصب جدا ويقول له انت فعلا عاوز تموت، ويبدا يمسك سيفه. زها في اللحظه دي يقول له سونج اعقلها قبل ما تتصرف، السيف ده لو طلع روحك هتطلع معاه.
المدير يحس بالتهديد ونية القتل اللي طالعه من زها، وانه فعلا هيموت لو سحب سيفه، ويقول لنفسه هو فعلا ما بيكذبش، انا حتى ما شفتش حركاته اللي هاجمني بيها. يطلب المدير من الحراس انهم ينزلوا يستنوا تحت، ويقول لزها انت عاوز ايه؟ طيب واضح انك مش عاوز بس تشرب وتمشي، عاوز الملك يتاسف لك عن اللي حصل قبل كام يوم. يفكر زها كده ويقول ماشي، فكره مش بطاله. ويطلب سونج من احدى الخادمات تجهز غرفه تانية، اللي قاعدين فيها دي ما بقتش نافعه تماما، زها ما سابش فيها شبر واحد سليم. ويقول المدير لزها لو سمحت يعني لو مش هتقتل الثلاث حراس دول ممكن تسيبنا نعالجهم. زها يقول له ماشي تمام، قلبه طيب قوي زها ده ما شاء الله. يدخل المدير وزها للغرفه الجديده، ويبدا المدير يصب له ويقول له ده مشروب عالي الجوده. فيقول له زها على فكره انت نزل غشاش، المشروب اللي فات قلت عليه عالي الجوده لكنه كان درجه ثالثه بالنسبه للمشروب ده. يساله المدير انت كنت قوي كده دايما، ما سمعتش عن فنونك القتاليه دي قبل كده؟ زها يفكر بسرعه في كدبه ويقول له طبعا بس انا كنت ماسك نفسي عليكم، ابويا قال لي ما تمدش ايدك على حد. يعرف المدير ان زها بيسرح بيه ويسلك له ويقول له ماشي، على اي حال انا هعتذر لك عن اللي حصل قبل كده. زها قال له شكرا على تفهمك يا ابن المش نظيفه، وانا هنا حطيت مش نظيفه لانه الكلمه اللي قالها بشعه جدا يا شباب. وبعدين زها يكمل بقول لك ايه، انا مش مبسوط، الطريقه اللي اتاسفت بيها دي مش عجباني. يبص له المدير جدا وهو متغاظ. زها يكمل كلامه ويقول محتاج ادغدغ كام عظمه كمان عشان اسلوبكم يتحسن. ينزل سونج على ركبته ويتاسف لزها ويقول له دي اول مره اعتذر بالشكل ده، سامحني من فضلك. في اللحظه دي تخش تشاي هيانج وتتصدم من شكل سونج، ما هو المفروض مدير بقى وليه هيبه، وتقول في نفسها هو ماله متهلفت كده ليه وبيتاسف بالشكل ده، وايه الدم اللي في وشه ده، هو الولا زها عملها معاه هو كمان؟ زها يقطع تفكيرها ويقول لها ايه ده، هو انت هنا؟ يطلب منها المدير انها تجيب زجاجه عاليه الجوده، تمشي بسرعه تجيبها وتيجي وتديها لسونج. يقول لها انت غبيه، مين قال لك انها ليا، وديها لسيدك زها. تجري بسرعه لزها وتقعد جنبه وتبدا تصب له. زها يبص لها ويقول لها بصوت هادي تشاي هيانج هل كنت تعلمين ان حتى الصبي الخادم عنده حب نقي؟ تتصدم تشاي هيانج وتكون مش فاهمه. يقول لها مع ذلك الحب ده ما كانش متوجه ليكي ابدا، انت تفسدين حالاتي المزاجيه. تتصدم هنا تشاي هيانج وتكون مش عارفه تتكلم. يقطع سكوتها المدير سونج قومي، مستنيه ايه؟ قومي فزي من مكانك اطلعي. تخرج من المكان وهي بتبكي وصعبان عليها نفسها، مع انها تستاهل، بس زلها جامد قوي الواد زها، ما بيسيبش حقه ابدا. بيثني بطلنا على سونج ويقول له انت بتعرف تتكلم بادب. يشكره سونج وبعد كده بيساله زها امتى صاحب النزل هيجي؟ انا مش مكفيني اسف المدير. يقول له سونج هو كان في خدمه افراد اتحاد القط الاسود في النزل، صعب انه يجي حالا. يقول بطلنا اتحاد القط الاسود هؤلاء الظالمون. يكمل بطلنا يعني حتى لو الملك خضع اتحاد القط الاسود هيتدخل بنفسه؟ يرد عليه سونج يقول له ايوه. يقول زها انت عاوزني اعمل ايه؟ انت عاوزني اتناول مشروب مع المالك وخلاص كده؟ انت معتقد ان ده هيحل مشكلتي؟ يقول له سونج لا طبعا، بس انت عاوز تعمل ايه؟ يرد عليه بطلنا طب لو الملك واخواته خدموني بس على اساس انهم تلامذتي، وبالشكل ده تحالف القط الاسود مش هيتدخل في الموضوع. يرد عليه سونج تفتكر انهم على استعداد انهم يعملوا كده؟ يقول له زها بعد ما يفكر اعتقد اني لازم انشئ طائفه في المدينه بنفسي، وانتم هتنضموا لي كتابعين. هديلك فرصه تفكر بس انصحك انك تختار بحكمه. بيكمل كلامه زها لسونج لو انت تعتقد ان اتحاد القط الاسود هيفوزوا عليا تمام انضم لهم انت والملك بتاعك، لكن لو لا الافضل انك تنضم لي. سونج يكون قاعد بيفكر في الكلام ويقول لنفسه ازاي حال زها اتبدل بالشكل ده، ازاي اساسا خادم في النزل يتكلم بانه هيكون طائفه واكنها حاجه بسيطه. في الوقت ده يقوم بطلنا عشان يمشي في سونج يقول له ايه ماشي بسرعه ليه، ما تستنى شويه. بطلنا يقول له هو انت فاكر اني بخلع من الحساب؟ سونج يقول له بصراحه بص له بطلنا بصه بغضب وقال له شكلك عاوز تنضرب تاني. خاف سونج وقال له اتمنى انك تكون بامان، انا اسجل لك حسابك على النوته. ذكي بطلنا ده عمل كل ده عشان ياكل وما يحاسبش. يطلع بطلنا من مكانه ويكون الحراس واقفين يسمعوا اللي بيحصل، يزعق فيهم ويقول افسحوا الطريق ايها الحمقى. يخاف الكل ويوسعوا عشان بطلنا يخرج. وهو نازل يفوق الحارس اللي بطلنا اداله اللكمه لزقت وشه في الارض في الجزء اللي فات، وهو يا عيني ما يعرفش عن كل اللي حصل ده، وكان عمال يبحث عن زها في كل مكان عشان يأدبه. واول ما يشوف زها يحاول يهجم عليه تاني. زها يديله اللكمه يخلع اسنانه فيها ويلزقه في الحيطه ويخليه يفقد الوعي تاني، ويقول للعاملين في النزل ما كنتوا تقولوا له يا جدعان، الراجل مسكين ما كانش على علم باللي حصل، اديه اتفشخ تاني. ويطلع زها وهو ابتسامته على وشه وبيقول بعلو صوته الفتى استمتع الليله. وكل اللي في النزل متغاظ منه وبيتوعدوا له. وزها في طريقه للمنزل بيعدي قدام محل بيبيع اسلحه ويقول انا هحتاج سلاح في مواجهتي مع اتحاد القط الاسود، ويخش جوه ويبقى المكان ده خاص بحدادين التنين جواك. ويتعرف عليه نائب رئيس الحدادين ويقول له انت جاي تسدد ديونك للمكان؟ قال له بطلنا لا انا جاي عشان اشتري سلاح. رد عليه تمام، عاوز منجل ولا سكين مطبخ؟ رد بطلنا لا انا هتقاتل ضد عائله شو، عشان كده عاوز بعض الاسلحه. يرد عليه نائب الحدين يقول له اسمع انا سمعت انك كلت علقه سخنه من كام يوم، فصلي على النبي كده وما تخليش الشيطان يضحك عليك. فياريت يا صديقي تكتب تعليق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نرجع لقصتنا. يقول له زها بقول لك ايه، بطل كلام بقى وقول لي عندك اسلحه ايه، انا عاوز سيف خفيف او خنجر حاد وممكن صوت كمان ما يضرش. قال له النائب ايه انت هتستخدم كل ده؟
قال له بطلنا انا بس بفضل ما بينهم. يؤمر النائب احد الحدادين انه يجيب اللي طلبه زها. لما تيجي الاسلحه النائب يقول لبطلنا خد وقت في فحصها وقول لي انت هتشتري ايه في النهايه. بطلنا يقول له تمام انا هاخدهم كلهم انا مستعجل. النائب يقول له طالما انت فييس قوي كده ايديك على 90 يانج، ويقول له انا كده عامل لك خصم عشان انت من المدينه. بطلنا ما يكونش معاه المبلغ ده فيقول له انا عندي فكره، انا هديك 50 يانج ويا دوبك هستلفه، اخلص العركه اللي عندي دي على طول واجيبهم لك تاني. يتغاظ النائب منه ويقول له تستلف؟ ده كأنك بالظبط بتسرقني الصبح وسط الناس. هنا يجي قائد الحدادين على صوت الاتنين وهما بيتخانقوا ويقول له النائب الواد المجنون زها ده عاوز يحارب الاخوه الثلاثه لعائله تشو وعاوز اسلحه من عندنا، لكن قال ايه مش هيشتريها، ده انه هيستلفها بنص ثمنها بس. القائد بيقول لزها انت حفيد نزل زها؟ زها بيكون عارفه وبيقول له عدى وقت طويل. قائد بيقول لزها انت بتخطط الحرب مع الاخوه تشو؟ لو لانهم بيضايقوك انا هوقفهم عند حدهم، ولو ما استمعوش انا اللي هحميك، انا كان ليا علاقات قويه باجدادك قبل كل حاجه. زها يقول في نفسه هو القائد ده كان دايما طيب كده؟ انا سمعتش الكلام ده منه في حياتي السابقه، ولا الكلام اتبدل لما انا نفسي اتغيرت؟ يرد عليه زها انا مقدر اللي بتقوله بس انا عاوز اتعامل مع الموضوع بنفسي. يقول له قائد هو انت عاوز تعمل ايه؟ بتخطط لايه بالظبط؟ يقول له زها ما تيجي نجمع كل الحدادين اللي في المنطقه ونأسس طائفه التنين الفولاذي. يقول له قائد انشاء طائفه؟ ايه العبط اللي بتقوله ده؟ يقطع زها ويقول له لو الاخوين تشو اسسوا اتحاد في المحافظه هيختلسوا منك المزيد من الاموال، عشان كده انا بخطط ان انا اعمل اتحاد للطوائف في مدينه اليانج واتاكد بنفسي ان اتحاد القط الاسود ما يقدرش ينفذ خطته. القائد يكون اول مره يسمع الكلام ده ويقول له اتحاد طوائف؟ ايه اتحاد الطوائف ده؟ يقول له بطلنا البيوت المشبوهه تنضم لطائفه النهضه، فعشان نوقف ده محتاجين الحدادين ينضموا لطائفه التنين الفولاذي والبنائين لطائفه الصناع، واحشد المزيد من الوظائف لخلق طوائف جديده. ويكمل كلامه مش هيتم مطالبتك يا قائد بدفع اي مستحقات، ومفيش طائفه هتكون اعلى من طائفه تانية، كلهم سواسيه. هدفنا اننا نتاكد من عدم سرقه الاموال اللي حصلنا عليها بشق الانفس. يرد القائد على الرغم من انها تبدو فكره قذره لكن متخطط لها كويس. هيكون ايه اسم الطائفه؟ بطلنا يقول له هيكون اسمها طائفه هاو. يعجب القائد بتفكير زها والفكره عموما ويقول له دي حاجه شيقه جدا ان صبي يحاول تكوين طائفه. ويسال بطلنا هل انت واثق على انك هتتصدى وتصمد قدام الاخوه تشو؟ بطلنا يقول له بكل ثقه هتشوف. يطلب القائد من النائب انه يدي لزها كل الاسلحه اللي طلبها مجانا. يتصدم النائب ويقول له يعني حتى مش سلف؟ هندي الاسلحه بلوشي كده؟ وهنا ياخد زها الاسلحه من دكان الحدادين. والقائد يقول له لينا كلام لو فضلت عايز. زها يرد عليه وهو مبتسم وهل عندك شك في الموضوع ده؟ بعد ما ياخد بطلنا الاسلحه سفلقه من حدادين التنين الفولاذي زي ما شفنا الجزء اللي فات، يتنقل بينا المشهد ونلاقيه قاعد مع شخص بيتكلمه. الشخص ده يقول لبطلنا وهو متغاظ النهارده يوم عظيم بالنسبه لنا احنا الاخوه تشو، قدرنا نحصل على موافقه اتحاد القط الاسود عشان ناسس طائفه في مدينه اليانج. يكمل الشخص ده كلامه ويقول مع ذلك في خادم حقير يسبب لنا مشاكل في النزل، نتصرف معاه ازاي ده يا زها؟ يكمل كلامه وهو بيزعق زها اديني 3 اسباب اسيبك على قيد الحياه قبل ما اتباعي يخلصوا الحفره دي. يستغرب الشخص ده ان زها مش همه كلامه وبيضحك. يقول له بطلنا وانا المفروض اعيط يعني ولا ايه؟ الراجل يبدا يشتعل غضبا وهيبدا يهجم على بطلنا، بس يتفاجئ ان زها كان مجهز نفسه ويطلع صاحبنا الخنجر اللي لسه مقلبه من الحدادين ويغرزه في ايد الشخص ده. ونكتشف هنا ان الشخص ده اسمه تشو ايجل، وهو يكون صاحب نزل بلو بلوسوم اللي صاحبنا مسح بكل الشغالين فيه بما فيهم مدير النزل الارض. يكون تشو ايجل بيتألم جدا. يقول له بطلنا تشو ايجل اسمح لي اسالك انا السؤال اللي سالته لي من شويه، اديني سبب واحد اني اسيبك عايش. يقول تشو ايجل في نفسه انا كنت مش مصدق لما قالوا لي ان الخادم ده عمل كل ده في النزل بتاعي. يقطعهم هنا العمال وهم مش واخدين بالهم يا سياده المالك نكمل حفر ولا كفايه كده؟ يقول لهم هو بيتأمل لا كملوا شويه كمان. يقول تشو ايجل لزها واضح انك حصلت على التنوير، ويحاول يباغت زها بلكمه لكن زها يكون مستعد ويطعن زها تشو ايجل في ايده اللي كان هيهاجموا بيها ويشيل حركه ايديه الاتنين تماما. ويسالوا زها انتوا بتعملوا الحفره دي ليه؟ يرد تشو ايجل وهو لسه بيتألم انا بس كنت عاوز اهددك بيها. يقول له زها انت عبيط؟ مين ده اللي يتهدد من حاجه عبيطه زي كده؟ خليني اعيد عليك السؤال تاني، ايه اللي يخليني اسيبك عايش؟ كنت تشو ايجل مصدوم ومش قادر ينطق. كمل زها كلامه مش لاقي سبب واحد تقوله عشان اسيبك عايش؟ انت تعتقد اساسا ان في اي سبب لشخص زيك انه يبقى على قيد الحياه؟ يرد عليه تشو ايجل وهو بيهدده لو قتلتني اخواتي مش هيسيبوك في حالك ولا حتى اتحاد القط الاسود. ولسه بيكمل كلامه يشيل زها الخنجر من ايد تشو ايجل ويطعنه في صدره. وسط دهشه من تشو ايجل مش مصدق اللي حصل فيه، زها يقول له انا طلبت منك انك تديني سبب واحد عشان اسيبك حي. ويقعد تشو ايجل ميت قدام زها. يبص زها وراه يلاقي العمال لسه بتحفر. يقول لهم يا رجاله وقفوا خلاص اللي كان كابتكم مات. يتصدموا العمال ويقول لهم زها متفاجئين ليه؟ كان عمال يلعب بالسكينه قام غز نفسه بالغلط. ما يكونش العمال هنا مصدقينه ويقولوا له هو غز نفسه فعلا ولا؟ ويكمل العامل وهو خايف قول لي بس انت مين؟ يقول لهم زها انتوا مش مصدقيني؟ انا مجرد خادم في نزل زها. يكونوا لسه مش مصدقين بطلنا. يقول لهم ما تشكوش فيا اقلعوا بس اقنعتكم خلونا نتعرف.
يشيلوا الاقنعه ويلاحظ ظهر انهم مش من المدينه. يسالهم انتوا منين على كده يا رجاله؟ من اتحاد القط الاسود؟ يقول لا يا سيدي احنا لسه جايين المدينه دي قريب وشغالين في نزل البلو بلوسوم. يغير ظهر صوته ويقول لهم بتهديد قدامكم حل من الاثنين، يا تموتوا كلكم هنا او هتدفنوا تشو ايجل في الحفره اللي انتوا حفرتوها دي وترجعوا بلدكم ولا اكنكم شفتوا حاجه. يقولوا له العمال وهي دي فيها كلام يا معلم؟ يا باشا سلام عليكم هندفنه ونخلع، احنا كده كده ما كناش طايقينه. يسيب ظهر العمال يدفنوا تشو ايجل ويرجع على النزل بتاعه. اول ما يخش يتفاجئ ان مدير النزل سونج مستنيه جوه النزل وعلى عينه بتاع زي الكراسنه كده. يساله ظهر انت بتعمل ايه هنا؟ يقول له سونج انا كنت بعالج عيني ولما كنت مع الاطباء لاحظت الوضع فعملت اكني عيني راحت. لو ما كنتش عملت كده ساعتها كان زماني بحفر حفر هنا كمان في النزل بتاعك. زي ما انت شايف يا ظاهر انا ذكي وسريع البديهه فاهمني؟ كمل سونج كلامه. على اي حال ناوي تعمل ايه مع الاخوين تشو التانيين؟ يقول له ظاهر هقتلهم طبعا، لو سمحت ليهم بالبقاء مدينه اليانج هتعاني زياده. يرد سونج ايوه فاهمك، بس بما ان تشو إلسوم هو اسوأ واحد في مدينه اليانج هتحتاج انك تخلي بالك لو جيت تقتله. يكون بطلنا متجاهل كلام سونج تماما ويقطعه ويقول له بقول لك يا سونج المكان هنا ما فيهوش غير مشروبات ما فيش اكل خالص. يكون سونج مستغرب ان بطلنا متجاهل كلامه وبيغير الموضوع ولا كأنه مهتم بالكلام. ويقول له سونج ايه النزل الغريب ده؟ زمان النزل ده كان مشهور جدا باحساء الدجاج اللي ما فيش زيه في المدينه كلها، ازاي المكان نزل وانحط بالشكل ده؟ يكمل سونج طب ايدك على فلوس عشان اجيب اكل. يقول له ظا برضه معيش فلوس، روح هات بس وجبات خفيفه وهات لنفسك كمان يا عم مش حارمك من حاجه، واللي اتبقى مننا النهارده ناكله بكره عادي. يطلع سونج من النزل وهو حاسس انه مضحوك عليه ويقول له ماشي يا عم. ظاهر ينده على سونج ويقول له يا سونج مالك ماشي بتدلع كده ليه؟ انت ذاهب في نزهه؟ شد حيلك شويه. يكون سونج متغاظ جدا من اللي ظهر بيقوله ويقول في نفسه اللعنه بقى اخرتي ان اجيب الطلبات لخدام زي ظهر. يزعق له ظهر تاني انت ايه لسه بتتمشى؟ فيقوم سونج يطلع يجري زي ما ظهر امر. يتنقل بينا المشهد لظهر وسونج وهما بياكلوا الوجبات اللي جابها سونج ويقول بطلنا لسونج كل كويس الاكل ده انت جبته باموالك الثمينه. ويكون باين ان بطلنا بيحتقر سونج جدا بسبب طبيعه عمله وطباعه. يقول له سونج بعد ما يكون خلص الاكل لو مات الاخوين تشو انا قلق جدا بسبب ظهور اتحاد القط الاسود. يقول له ظاهر لو انت قلقان اتدرب على فنون القتال يا غبي، انا بتدرب دايما عشان انا دايما قلقان. يتعصب سونج من اهانات ظاهر ليه كل شويه ويقوم من مكانه ويخبط على الترابيزه ويقول له ماذا يجب ان افعل؟ ماذا يجب ان افعل؟ ما تبقاش وغد، انت مش انت صح؟ انت مش ظاهر، انت شخص متنكر. يبص له ظاهر وعينه كلها شر انت عاوز تموت؟ يهدى سونج ويقول لبطلنا انت هتقتل كل الاوغاد من اتحاد القط الاسود اكنك بتاخد حلوه من طفل؟ يقول له بطلنا وهو منزعج هخلص اكل واقوم اخلص على تشو إلسو ومصلحه ان اخوه الاصغر تشو سام بيونج مش موجود. يقول له سونج بس ده وقت عوده تشو سام بيونج. بطلنا يرد عليه طب لما يعود تشو سام بيونج هتقدر عليه؟ يرد سونج بكل عزه نفس انا تشا سانج تاي لوحدي حمله. لكن يكش كده سونج ويقول بس اعتقد ان هيبقى صعب دلوقتي عشان فقدت عيني. يقول له وهو متعصب افعل شيئا واحدا ايها الطحلب. يرد سونج ما تقلقش انا هتكفل بيه، انت ما سمعتش عن مفاجاه تشا سونج تاي؟ يقول له بطلنا وهو زهقان منه مش مهم لو قتلنا كل الاخوه تشو هنقدر نتحكم في القواعد الثلاثه صح؟ سونج اكنه جاله لك في مخه ويقول له انا تشو سانج تاي. بطلنا قال له خلاص عرفنا انك تشو سانج تاي، انت تشو سانج تاي ابن اللي مش نظيفه. وزي ما قلنا الجزء اللي فات احنا هنبدل الكلمه القبيحه اللي بيقولها ظاهر لسونج على طول. يقول سونج لبطلنا بعد ما يفوق من جنون العظمه صعب نسيطر على القواعد في ناس كتير شغاله هناك. يقول له ظاهر هنقدر بس اتعامل معاهم بالحسنى اديهم حقهم اللي يستاهلوه واللي يعوز يمشي البلد ومشيه وما تحتلش عليهم، اعتني بالعيانين وما تحاولش تلعب بديلك كده ولا كده عشان مش هيرحمك وهدفنك جنب عائله تشو. يطلب بطلنا من سونج يتبادل الملابس معاه عشان يقدر يتنكر اكنه غني ويخش وسط عائله تشو وينفذ خطته. وبعد ما يبدلوا ملابسهم بطلنا يكون شكله اختلف تماما اكنه شخص تاني وسونج يكون شبه الشحاتين ويسيب بطلنا سونج في المنزل ويتجه ناحيه عائله تشو. وسونج بيحييه وبيقول بصوت واطي حظ سعيد ظاهر ايها الوغد. ويتنقل بينا المشهد لظاهر وهو داخل الحانه وبيسال الحراس على تشو إلسوم موجود ويقول لهم انا من اتحاد القط الاسود. يسالوا الحارس القط الاسود اقول له مين من اتحاد القط الاسود؟ يرد بطلنا بصفعه على وش الحارس ويقول له انت لسه هتحكي؟ خش قدامي وديني ليه؟ يتاسف له الحارس ويكون بطلنا لغرفه تشو إلسوم. يجي تشو إلسوم عشان يقابل بطلنا ويقول له انا اول مره اشوفك فيها. ويقول في نفسه لابس لبس انيق جسمه نحيف جيت بدون سابق ميعاد في وقت متاخر قاعد كمان على مكاني الخاص وقاعد ولا همك ومش مديني انتباه. كمل تشو إلسوم كلامه لسونج ممكن تقول لي انت منصبك ايه في اتحاد القط الاسود؟ يرد عليه بطلنا مين قال لك اني من القط الاسود؟ يقول له تشو إلسوم الحارس قال لي كده. بعدين يسكت شويه تشو إلسوم ويقول له وهو مندهش وغاضب انت فتى الحانه الصغير، انت اكيد مجنون، ازاي يجيلك قلب؟ انت ازاي عايش اصلا؟ اخويا كان مخطط انه يقتلك. بطلنا ظاهر يقول لاخوك ها البقاء لله يا عم إلسوم تعيش انت وانا قدامك اهو على قيد الحياه. يغضب جدا تشو إلسوم والعروق تظهر في وشه ويقول لظاهر اخويا انا يموت على ايد شخص زيك. يرد بطلنا بكل هدوء ايوه حب يزورني وكان بيقول لاتباعه يعملوا حفره ساعتها قتلته. يتعصب جدا تشو إلسوم ويهجم على بطلنا ويقول له كيف تجرؤ؟ توقف عن المزاح. يستعد هنا ظهر للقتال ويصد هجوم تشو إلسوم وهو قاعد ما يقومش حتى
ويطير تشو إلسوم لكن يلحق يسيطر على نفسه قبل ما يخبط في الحيطه. ويقول تشو إلسوم لنفسه ازاي فقدت قوتي الداخليه. يقول له زاو وهو بيقوم من قعدته انا كنت فاكرك اقوى من كده، انت اضعف مما توقعت. يغضب جدا تشو إلسوم ويقول لنفسه ازاي ممكن ده يحصل، من يومين بس الطفل ده كان خادم في نزل. يقطع بطلنا سكوت تشو إلسوم ويقول له ايه اتشليت، لو انت ما هاجمتنيش انا ههاجمك. وما يستناش بطلنا ويبدا بالهجوم على تشو إلسوم. ويستعد تشو إلسوم عشان يصد هجوم بطلنا لكن ظهر يحدفه تاني، لكن المره دي تشو إلسوم ما يقدرش يوقف نفسه ويطير لعده امتار ويخبط في الحيطه بمنتهى القوه. يكون تشو إلسوم بينزف جامد جدا ويقول ازاي قادر تستخدم تقنيات زي دي. يمسك بطلنا ظهر تشو إلسوم من عنقه ويرفعه ويقول له مالك، يعني حلال الاوغاد اللي زيكم انهم يتعلموا تقنيات وحرام عليا انا؟ انت قذر بالرغم من انك حكمت المدينه لسنوات لكن استغليت جهد اشخاص تانية عشان تحقق مكاسبك الشخصيه. انت فعلا شخص قذر. وتتحطم الارض من خبطه من تحتهم ويسقطوا للطابق الاسفل وينزلوا وسط الحراس، ويكون الحراس متفاجئين باللي شايفينه ويندهوا على تشو إلسوم ايها القائد. يقول لهم زها لعن عليكم يا اوغاد، هتعملوا ايه بعد ما سيدكم مات؟ ويكمل زها كلامه للحراس قائد اتحاد القط الاسود بدل موقفه ومفيش طائفه داخليه هتتعمل جوه مدينه إليانج. وانا قلت دي فكره كويسه اني استخدم تشو كمثال، لو اي حد فكر بس انه ينشئ طائفه هيواجه نفس المصير. يكون الحراس مسؤولين ومش قادرين يعملوا حاجه وزعق فيهم زها افسحوا ليا المكان لو عايزين تعيشوا. يوسعوا كلهم ويمشي زها وسطهم بكل ثقه وشموخ. يرجع بطلنا النزل بتاعه ويستقبله سونج ويقول له انا اعتقدت انك ذاهب لقتل تشو إلسوم، رجعت ليه بسرعه كده؟ يقول له زها خلاص مات. يكون مصدوم سونج ويكمل زها كلامه لو مش قادر تصدق ممكن تتاكد بنفسك. يكون سونج لسه مصدوم ويقول في نفسه ده ما عداش لحظات من لما مشي من هنا ومش باين عليه اي اثار قتال، ازاي اللعين ده حصل على كل القوه دي؟ قطع زها تفكير سونج ويقول له اتاكد انك تنظف النزل كويس قبل ما تمشي. يتغاظ جدا سونج ويقول في نفسه ازاي الوغد ده يجيله قلب انه يخليني انظف؟ وبعدين يفتكر ان زها ممكن يعملوا كفته مشويه. يقول فين المكنسه فين المكنسه بسرعه شايلينها فين؟ يدخل زها غرفته ويقول انا اهتميت بالحاجات المستعجله دلوقتي وقت التدريب اثناء التامل. ويكون بيفتكر قتاله مع تشو إلسوم ويقول انا بقيت اقوى اسرع مما توقعت، ما ينفعش اسيب الفرصه دي تفلت من ايدي. ويبدا بطلنا في التامل عشان يقوي نفسه. يطلع الصبح ويكون الناس في المدينه مش مصدقين اشاعه موت تشو إلسوم على ايد زها خادم النزل. ويكون سونج ماشي بين الناس ومبسوط بردود الافعال. ويتنقل هنا المشهد لصاحبنا بعد ما خلص التامل ويكون اتقن تقنيه جديده اسمها ارض الخشب، ويقول انه قرب يتقن ارض الظلام. وحتى لو كان حقق الحاجات دي قبل كده لكن السرعه اللي بيتعلم بيها دلوقتي اكيد مش طبيعيه. ويحمس نفسه ويقول انا متاكد اني هكون اقوى من حياتي السابقه. ويلاحظ ان الغرفه بتاعته متسخه جدا وريحتها بشعه. ويقول ده اكيد بسبب الشوائب اللي طلعت من جسمي اثناء انتقالي من ارض الخشب الى ارض الظلام. لكن الاتساخ ده دليل على الانجاز اللي قمت بيه، دلوقتي جسدي بقى انقى بشكل مهول عن قبل كده. يكون ساعتها سونج رجع للنزل ويشم ريحه سيئه جدا ويقول ايه الريحه النتنه دي يا زاها، انت عملتها على نفسك وانت نايم ولا ايه؟ دي رائحه تعفن. يطلع يجري سونج من النزل ويكون هيرجع من الريحه ويقول كان يجب ان تفعلها في خارج المكان، ويبدا يرجع. ويكون زاها متغاظ جدا من انه عمال يسخر منه. يتنقل بينا المشهد لزاها وهو مسترخي في حوض استحمام في نزل بلو بلوسوم بعد ما سونج كان هيموت بسبب رائحته السيئه. وتخش عليه تشاه يانج وهي جايبه هدوم. يقول لها بطلنا انت ايه اللي جابك هنا؟ اطلعي بره. تكون متضايقه تشاه يانج وصعبان عليها نفسها. بطلنا يهدى ويقول لها المكان ده مش مكانك، انت مضيفه ومميزه بصوتك واغانيكي، انا هطلب من سونج انك ما تعمليش الشغل ده تاني. تتبسط جدا هي بنت وتشكر بطلنا وتتاسف له على اللي حصل منها قبل كده وتطلع. بس قبل ما تطلع تساله طالما انت قوي قوي كده سبتهم يضربوك ليه اول مره؟ قال لها انا كان لازم اتضرب عشان يبقى عندي سبب للانتقام. وبعدها بص لها بصه الحكماء وقال بكل شموخ عندما يتعلق الامر بالجنرال فان 10 سنوات ليست كثيره للانتقام، اما بالنسبه للخادمين فهو يبدا في اللحظه اللي يتعرض بها للاهانه. تكون معجبه بالكلام تشاه يانج وتقول له دي حكمه معروفه على كده؟ يقول لها بطلنا لا انا لسه مالفها حالا. ويضحك ويكون مزاجه عالي العال. يقطع سونج استجمام بطلنا ويقول له الحق في حريق. يقول له بطلنا مالك خايف كده بسبب حريق ضعيف؟ يقول له يابا فوق بيتك بيولع. ينط ظهر من مكانه ويجري يشوف بيته الوالع ويكون في ناس ملمومه حوالين البيت. ويقول واحد منهم لاهل المدينه اسمعوا من دلوقتي اي حد هيساعد او يخفي ظهر خادم هقتله بايديا، مفهوم؟ ويكون الشخص ده هو سام تشو الاخ الاصغر لعائله تشو. يجي صوت من ورا سام بيقول له انت ما شفتش قبر اخوك؟ انت تعتقد انها حاجه صح انك تولع في البيت وهو جواه جثه اخوك؟ تترسم على وش سام بملامح المفاجاه ويلف ويقول مين اللي بيتكلم؟ زها يقول له انا ايها الوغد. لكن سام ما يعرفوش لان زها بيكون لابس لبس فخم 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 يعني. زها يكمل انت تجرأت على حرق منزلي وتقول لي انت مين؟ وهنا يظهر شخص واقف جنب سام تشو يقول له هو ده بقى زها؟ سام بيقول له ايوه يا معلمي. يبص المعلم لسام باحتقار ويقول له انت جايبني هنا عشان اقتل فتى مهمات خادم؟ انت عمال تزيد وتقول انت واخواتك هتعملوا طائفه في المدينه ومش قادرين تتعاملوا مع خادم في النزل؟ ويكمل المعلم كلامه انا لو طلعت سيفي عشان خادم في النزل الاتحاد كله هيضحك عليا، خليك راجل واقتله انت يا سام. ولو كانت مهاراتك ضعيفه لدرجه انك مش متمكن انك تقتل صبي واحد يبقى انك تنضم لاخواتك هيكون افضل. يقصد هنا الراجل ده ان سام بيموت زي اخواته الاثنين. لو انت ما كنتش مركز يعني يا صديقي فلو سمحت ركز واعمل لنا لايك واشترك في القناه كمان بالمره وانت مركز كده.
يكون سامب تشو على وشه صدمه وخوف، وهنا يقاطعهم بطلنا زها وعلمك عنده حق يا سامب، لازم تكون حسيس كده، بطل تخلي الناس يقوموا بالعمل اللي انت يجب عليك القيام بيه وقتلني بنفسك. تيجي نتراهن يا سامب، اللي يخسر يترمي في النار. ما يستناش المعلم سامب يوافق يقول انا موافق له، انا نيونج جيسوك من اتحاد القط الاسود هكون شاهد على النزال بين سامب وزها حتى الموت. ويبدا النزال ويكون سامب خايف والسيف بيترعش في ايده، وبطلنا زها يقول في نفسه الوغد نيونج ده ذكي، عمل اكنه بيمنح سامب فرصه ليقاتل لكن عمل كده عشان يقيس قوتي. ويبدا النزال ما بينهم، لكن بيستغرب سامب تشو ان بطلنا زها ما طلعش سيف، يقول له سامب طلع السيف وقتلني. يرد عليه زها انا مش محتاج سيف في القتال ده، انت ضعيف جدا. يتعصب هنا سامب ويهجم على بطلنا بالسيف، لكن بطلنا يتجنب الضرب ويدي سامب لكمه في جنبه ويحدفه عده امتار. ويستفز بطلنا سامب ويقول له انا حتى ما استخدمتش كامل قوتي. سامب يزداد غضب ويحاول تاني يصيب بطلنا، لكن بالنسبه لزها ده لاعب عيال. زها يمسك ايد سامب اللي فيها سيف ويقول له انت واخواتك اوغاد، كلكم ما تستحقوش الحياه. وزها ياخد من سامب السيف ويهجم عليه بيه ويسيبه في صدره اصابه مميته. وهنا يقع سامب في لحظتها جثه هامده. يقف زها قدام جثه سامب وقفه المنتصرين، ويبدا الناس يقولوا بقى ده فعلا خدام النزل زها، ايه اللي بيحصل؟ يعلن جيسوك من اتحاد القط الاسود فوز زها، ويقول لبطلنا مش بطل اللي عملته يا زها، وطالما في حاجه هتحصل قريب يبقى اكيد انا هشوفك تاني. ويمشي جيسوك يحاول بطلنا يوقفه، لكن جيسوك اللي كان عامل فيها نينجا طلع يجري. بطلنا يبدا يطارده ويسبقه فعلا ويقف قدامه، وهنا يبدا جيسوك يهجم على بطلنا بتقنيه فنون قتال، لكن بطلنا يلف وشه ويضرب ضربه بالسيف تقطع جيسوك نصين، وادي اللي كان عامل فيها نينجا طلع بطيخه. وهنا ينتهي الجزء الثالث من حكايه زها الشيطان المجنون. اتمنى يكون التلخيص عجبكم، ويا ريت تدعموا القناه باللايك والاشتراك وتعلقوا على الفيديو وتقولوا رايكم، واشوفكم الجزء الجاي. سلام. نكون وقفنا في الجزء اللي فات بعد ما ظهر فلق نيونج نصين بالسيف بعد ما حاول يهرب منه، ويكون سونج طول الفتره دي مستخبي وسط الحشود بيراقب القتال ويبقى مندهش من قوه ظهر خياليه. ويبدا ظهر يكلم اتباع تشو سامب انتوا ولعتوا في بيتي، جه الوقت انكم تدفعوا الثمن. يكونوا خايفين جدا من ظهر وبيتاسفوا له، ولكن هنا بيتدخل سونج عشان يلحق الموقف ويقول هم ولعوا فيه بس يا سيد الناس عشان ريحته كانت وحشه جدا لكنه صرف صحي، ده انا لما شميت ريحته الصبح كنت ناوي اولع في نفسي. والناس اللي واقفه كلهم يوافقوا سونج على كلامه ويقولوا فعلا ده كان ريحته بشعه جدا. يتكسف هنا ظهر جدا ويحس بخجل من نفسه ويقول لهم معرفش ليه كان كده، يمكن حد قضى حاجته وسابها جوه ولا حاجه. ويكون متغاظ جدا من سونج عشان فضحه وبيقول انه هينتقم منه، ويقول له طب بقول لك ايه يا سونج، انت والرجاله الحلوه دي اللي هتبنوا المنزل من الاول تاني ويرجع لي اكنه جديد بالظبط. سونج يقول له الله وانا مالي يا لمبي. يبص له ظهر بغضب جدا وواضح ان كنت طيب زياده عن اللزوم الايام اللي فاتت. هنا سونج يبقى متيقن ان لو ما بناش البيت تاني زي ما ظهر عاوز هيسوي وشه بالاسفلت، فيقول له حس كده بقى سيبني اتعامل. بطلنا يقول له عاوزك تعمل لي فيها كمان مكان للتدريب، وانت بتبني ابحث لي عن اشخاص موهوبين عشان ابدا في تكوين الطائفه. سونج يقول لبطلنا وناوي تسمي ايه الطائفه دي؟ بطلنا يقول له هيبقى اسمها هاو مون. وبيقول بطلنا لنفسه هاو مون ده كان اسم اول منظمه انشاتها في حياتي السابقه. ويتنقل بينا المشهد لنزل بلو بلوسوم، ويكون بطلنا بيتامل في احد الغرف، والناحيه الثانيه يكون سونج بيبني النزل من جديد بعد ما ولع بسبب تشو سامب واتباعه. وواضح كده ان زها خلاص بقى يتحكم في الحانات الثلاثه بتاعت الاخوه تشو. يجي سونج لزها ويقول له احنا عندنا ضيفين من اتحاد القط الاسود في النزل، احنا كنا زمان بنعاملهم كويس جدا لما كان النزل ملك للاخوه تشو، عاوزنا نعمل ايه معاهم دلوقتي؟ يقول له زها ما تعملش حاجه انا هنزل لهم بنفسي. فيقول له سونج اغزي الشيطان يا باش، انت لسه ما عملتش طائفتك مش ناقصين مشاكل. زها قال له ما تخافش ما تخافش انا هتعامل. هم غالبا هيعدوا موضوع قتل الاخوه تشو في مقابل اني اكمل دفع المستحقات ليهم اللي كان بيدفعها الاخوه تشو قبل كده، وهيحاولوا يضموني للاتحاد. ويكون سونج خايف جدا منهم ويقول لزها بس انت مش هتنضم وكده هيموتونا واحنا مش قد الاتحاد. يقول له زها وهو واثق جدا ما تخافش يا سونج، هم مش هيقتلوا اي حد قبل ما يقتلوني انا وانا لن اموت. يخش زها على عضوين اتحاد القط الاسود ويقعد قدامهم ويبداوا يعرفوا عن نفسهم. الطويل الرفيع يقول انا جيون بانج من المكتب التابع لقمه الذهب في اتحاد القط الاسود، اما الشخص الطويل القصير يقول انا هان جو من مكتب قمه الذهب. يكون زها ما سمعش عنهم قبل كده في طبق اليوم. يبدا بانج يقول سمعت انك قتلت الاخوه تشو، صحيح الكلام ده؟ زها يقول له فعلا دي الحقيقه، انت شكلك نبيه قوي. يتصدم الاثنين جدا من صراحه بطلنا. يكمل بطلنا كلامه ليه بتسالوا انتوا ليكم علاقه بيهم؟ بس لا انتوا القابكم مختلفه عنهم. يكون الاثنين ساكتين ومش عارفين يردوا، يكونوا الاثنين ساكتين ومتفاجئين جدا من ثقه وهدوء زها. يقول لهم زها القطه كلت لسانكم. جاوب اعضاء القط الاسود على زها احنا كنا منحنا الاذن للاخوه تشو انهم ينشئوا طائفه هنا في المقاطعه، لكنك للاسف قتلتهم قبل ما ينشئوها، ولو احنا بلغنا اتحاد القط الاسود باللي حصل الموضوع مش هيكون بسيط. يرد بطلنا فاهمك انت بتقول ان اكمل دفع الاموال ليكم زي ما كان الاخوه تشو بيدفعوا عشان تتكتموا على الموضوع صحيح؟ يقول جيون لبطلنا وهو بياخد نفسه واضح انك فاهم ومش هتتعبنا. يطلب زها من احد الخادمات انها تجيب بعض المأكولات والمشروبات للضيوف. يكمل اعضاء الاتحاد كلامهم شكرا على الضيافه لكن اتمنى نوصل لموافقه واضحه قبل ما نمشي. يمطل بطلنا ويقول طب ما نتعشى الاول ناكل لقمه يبقى عيش وملح. يتعصب هان ويخبط بايده على المكتب ويقول له احنا زهقنا منك، انت فاكر انك هتفلت بفعلتك دي؟ بطلنا يقول له وهو بيهدده انت عاوز تجرب تقتلني بايديك دي؟ يخاف اعضاء الاتحاد ويقولوا في نفسهم هو جايب الثقه دي منين؟ هو في حد بيعتمد عليه؟
عليه. يكمل بطلنا خلونا اسالكم على حاجه، تعتقدوا ان اتحاد القط الاسود يقدر يجي لحد هنا وينقذكم بدون حدوث اي شيء؟ ويكون جيون وهان مندهشين من كلام زها ويكون الخوف بدا يتمكن منهم. يكمل بطلنا كلامه، فكروا في الموضوع كويس، انا لو كنت خايف من اتحاد القط الاسود ما كنتش هقتل الاخوه تشو من الاصل، لكن اكيد قوتكم انتوا تفوق قوه الاخوه تشو الثلاثه الضعاف، فليه انتوا بقى ما تاخدوش قراركم قبل ما تيجي الانسه بالضيافه؟ انا مش باقي على اي حاجه، هقتلكم انتوا الاثنين حتى الموت. في اللحظه دي تخش الخادمه بالعشاء والمشروبات ويكون جيون وهان مترددين جدا ومش عارفين يقولوا ايه، وزها قاعد مكانه بكل هدوء وباصص لهم في عينهم مستني اللحظه اللي هيهجم عليهم فيها. واول ما تخش البنت الاعضاء يقولوا هم مبتسمين وبيحاولوا يخفوا خوفهم. ما تقلقش يا زها، احنا هنتاكد من توصيل كلام طيب عنك لاتحاد القط الاسود، وبصراحه كده كويس انك خلصت على الاخوه تشو الملعين دول، احنا كده كده ما كناش طايقينهم. ويضحكوا هم الثلاثه اكتر ضحكات منافقه في الكون، واول ما يخرجوا من النزل ياخدوا ديلهم في اسنانهم ويفلقوا، ويكون زها ما قتلهمش عشان ما يكونش في حجه لطائفه القط الاسود انها تهجم عليه. والطائفه كده كده مش مهتمه مين يحكم المدينه، اهم حاجه يكون شخص بيطيعه. وبطلنا يقول لنفسه الشخص الوحيد اللي انا خايف دلوقتي منه هو سيد الاثنى عشر كف السماويه، السفاح ده ما ينفعش اجذب انتباهه في الوقت الحالي ابدا. وبطلنا يكون متجه لمكان اقامته عشان يتدرب، ويقول لسونج من دلوقتي انت مسؤول عن الطائفه في غيابي، لكن لو اسأت استخدام منصبك اعتبر نفسك ميت. ويبارك له زها وهو ماشي، ويكون سونج متضايق جدا من المنصب اللي اتفرض عليه، بل وكمان في تهديد لحياته. يعدي بعض الوقت ونشوف زها متجمع مع زعيم الحدادين في مطعم، يكون زعيم الحدادين مش مصدق ان زها لوحده قضى على الاخوه الثلاثه تشو، ياكد له زها انه فعلا خلص عليهم ويطمنه انه ما يقلقش من طائفه القط الاسود وان هو هيتعامل معاهم. يكون الزعيم معجب ببطلنا وانه بيواجه كل ده لوحده عشان يحمي الناس اللي في المدينه، بل وكمان بينجح. ويقول له الزعيم حس كده بقى الاكل ده على حسابك. يقول له زها بقى هتخلي فتى مهمات تعبان يعزمك؟ يقول له فتى مهمات ايه بس، ما خلاص يا معلم اللي علي انت زعيم طائفه دلوقتي. يكون عامل المطعم سمع الكلام من بعيد فيسال زها عن ايه قصه الطائفه بتاعته دي، فيقول له زها على فكره انت كمان انضمت لها، اي حد عرفه بقى جزء منها، وعشان كده لازم تقدم الاكل ببلاش لزعيم الطائفه بتاعتك. لص خسيس محتال زها ده، ويحط له عامل النزل الاكل وهو حاسس بالاستغلال. في اللحظه دي يخش شخص ملثم المطعم ويقول لزها اخرج لي الان، ويقفوا قدام بعض امام النزل ويقول للشخص الملثم لزها انا سمعت انك قتلت تشو سيوك، صحيح الكلام ده؟ زها يعمل عبيط ويقول انا حاسس اني سمعت الاسم قبل كده، فكرني بس مين ده. يشيل الشخص ده الوشاح من على وشه ويقول له انا وو من اتحاد القط الاسود. يكون وو من ده واتباعه هاجموا زها قبل كده في حياته السابقه لكنه قتلهم، ويسالوا وو انت قتلته ليه؟ يقول له زها عشان اولع في بيتي. فيرد عليه وو هو فعلا سبب وجيه، لكن للاسف لازم اقتلك دلوقتي، ما قداميش حل تاني. زها يقول له بجد هتقتلني؟ ما اعتقدش ان هيحدث الكثير، زي شعرك كده اللي مش موجود. ويكون الراجل ده اصلع يا حبه عيني، وزها بيتنمر عليه. يتعصب جدا وو غالبا بسبب ان زها قال له يصلع، ويتوعد لزها بالقتل ويتنقل في ثواني امام زها ويهجم عليه بسيفه، لكن زها يتفادى الهجوم ويستغل الجو الممطر ويضرب الارض بقدمه عشان يطلع طين في وجه وو ويحجب عنه الرؤيه. ويكون زها عارف انهم اتنين اخوات بيخلصوا كل المهمات مع بعض، وبيكون متاكد ان اخو وو مختبئ، ويكمل وو الهجوم على زها ولكن بلا فائده، ما يلمسهوش حتى. ويجي سونج مساعد بطلنا عشان يساعده، لكن بطلنا يقول له خلي بالك عشان العدو ده قوي، وكمان في واحد تاني مستخبي. وفي اللحظه دي يظهر اخو وو فعلا من اعلى منزل، ويكون معاه سيفين وشكله قوي هو كمان. يقول سونج شكلهم اقوياء جدا، ويقول وو لزها انت كنت على علم اني مش لوحدي صحيح؟ ويحذر وو اخوه ان زها بيكون سيد فنون قتال لكن بيخبي قوته. ويبدا الاخوين في الهجوم معا في نفس الوقت على زها، لكن يقفوا مكانهم فجاه لما سونج ينضم للقتال. وسونج يعصب الاخ وو بانه يقول له انا هموتك يصلع دلوقتي، فيغضب جدا وو ويهجم على سونج ويكون قوي جدا، لكن سونج بيتصدى لهجماته بالسيف، لكنه بيتحدف بعيد بسبب قوه ضربه وو لكن زها يلاحظ ان سونج بيمثل وعامل نفسه ميت عشان ما يكملش قتال، ويقول له قوم يا معلم انا مش عبيط. يقوم سونج ومتضايق ان ملابسه اتوسخت لما وقع. ندل جدا سونج ده، معرفش ليه زها واخده مساعد ليه. سونج يقول دي كانت خطه يا زعيم، انا كنت بعمل كده عشان يعتقدوا اني مت، ولما يقربوا هوب اقتلهم في ثانيه. يا سلام، اما خدعه. ويكون الاخوين من طائفه القط الاسود متعصبين جدا ان زها وسونج مستخفين بيهم، ويشاور سونج على وو ويقول لزها بص الاصلع ده خايف ازاي، تفتكر ان المطر بيرقص على دماغه عشان هو اصلع؟ ما يقدرش وو يتملك اعصابه اكتر من كده ويهجم على سونج بسيفه في لمح البصر، لكن زها يتصدى لهجمته ويفضل وو يكمل هجوم لكن بدون فائده. زها فعلا اصبح سيد فنون قتال. ويكون الاخوين وسونج مصدومين من قوه زها وانه بيبتسم واضح انه مستمتع بالقتال. هنا يبدا زها يسحب سيفه، ويكون جسمه وسيفه محاطين بالهاله، ويفكرنا بزها القديم قبل ما يموت في حياته السابقه، وتبقى التقنيه دي اسمها كي السيف. ويبص الاخوين لبعض ويهجموا على زها في نفس الوقت من اتجاهين مختلفين، وواضح ان عندهم خطه، لكن زها يكون جاهز ليهم وبتلويحه واحده من سيفه وفي لمح البصر يضربهم بسيفه ويقع الاثنين ميتين في نفس اللحظه، وبعدين يسيبهم ويمشي تحت المطر غرقانين في دمائهم.
وبيتنقل بينا المشهد لزها وهو في حوض الاستحمام، وفجأة يخش عليه اتنين ويكونوا أصحاب بيوت مشبوهة هو بالفعل عارفهم، ويهجموا عليه أثناء ما هو بيستحمى، ويكونوا مستغلين إن مش هيكون معاه أسلحة أثناء الاستحمام، لكنه بكل ذكاء يقلب حوض الاستحمام عليهم ويهجم عليهم هما الاتنين مع بعض ويقذفهم خارج المكان بإيديه فقط. وبيكون شاكك إن سونج هو اللي بعتهم عشان يهاجموه، ما هو سونج ده برضه ملوش أمان في الآخر، فيسأل أحد العمال هو سونج فين، لكنه ما يعرفش، ويقول بطلنا سواء سونج أو غيره أيا كان اللي هيظهر مخالبه في وشي هيتم سحقه، وبيكون بيتوعد للي كان السبب حتى لو كان سونج. ويسمع ظهر صوت سونج ويكون بيهدد شخص ويقول له تعالى ايها الوغد ارني ما لديك. يجري بطلنا ناحيه صوت سونج ويكون في جثث طول ما هو ماشي، يوصل ظهر لسونج ويلاقيه محاط بعدد من الاشخاص وعايزين يقتلوه، ويكون سونج واضح عليه التعب من القتال ووشه مليء بالدماء وكمان سيفه مكسور، ويندهش بطلنا ان سونج لسه عايش بعد كل ده، ويطلب سونج من ظهر انه يلحقه ويساعده. يلف الاشخاص اللي كانوا محاوطين سونج البطلنا ويهاجموه فجاه، لكن يكونوا فاكرينه ان هو لسه فتى مهمات من نزل، مش عارفين انه وصل لمستوى سيد فنون قتال. وبطلنا يبدا يهجم عليهم بايديه فقط، يقضي عليهم في لحظه واحده وما يبقوش قادرين حتى يقفوا، وسونج يكون بيشتم فيهم وهم فاقدين الوعي ويقول لهم مش انا اللي يتاكل لحمي يا اوغاد. ويقول سونج لزاها انت جيت يا زعيم عشان تنقذني؟ زاها يعني يدمر كل احلامه ويقول له لا انا لو كنت شفتك الاول كنت قتلتك، انت محظوظ ان الناس دي هجمتك قبليه. يكون سونج يا حبه عيني مش فاهم ليه زاها عايز يقتله. زاها يقول له انا كنت فاكرك انت اللي بعت الناس يقتلوني، بس لما شفتهم بيهاجموك تيقنت انك مالكش ذنب. يكمل زاها ويقول دول ما كانوش من اتحاد القط الاسود، كام شخص كمان لازم اقتل من المقاطعه عشان يبطلوا يقللوا من شأني، واني ما بقتش فتى مهمات اللي كنت عليه. يقول له سونج وهو بيتاسف انا هاخد كل الاحتياطات عشان الموضوع ده ما يحصلش تاني. ويعدي شهر على الحادث ده ونشوف زاها وسونج واقفين قدام نزل زاها اللي بيتم اعاده بنائه. يقول زاها لسونج ده كل اللي عملته في 30 يوم كاملين؟ يقول له كل ده ايه يا معلم، اعاده البناء هتاخد سنه على الاقل. وزاها ما يكونش عاجبه الكلام وشايف ان التنفيذ بطيء جدا، لكن سونج يقول له في شخص ساعدنا جدا نشتغل بسرعه، ويكون الشخص ده يون جا سونج قائد البنائين. يكون زها عارفه من حياته السابقه وانه بناء شاطر، ويكون اللي بعته هو زعيم حدادين التنين الفولاذي، ويكون سعيد بفكره الطائفه اللي زها عاوز يعملها ويوافق ينضم له، لكن يطلب من زها خدمه وانه عاوز يعمل مكان اقامه للبنائين جنب النزل، ويطلب من زها انه يمدهم بالاكل مجانا. يوافق زها على طلبه ويقول له بص يا يون انا لو اعجبت بعملك هخليك زعيم عشيره البنائين. ويمشي زها ويسيبهم، واثناء تجوله في المدينه يقابل جيوم زعيم حدادين التنين الفولاذي ويشكره انه بعت يون ليه عشان يساعده في بناء النزل. وجيوم يقول لزها انا معايا هديه ليك، اطلب اي سلاح نفسك فيه وهعمله. ويقبل بطلنا الهديه ويطلب سلاح عادي جدا يكون ما بيتحطمش ولا بيتني ومفيش سلاح يتفوق عليه. امال عادي جدا ايه، انت فاضل تطلب دبابه يا معلم. يوافق جيوم على طلبات بطلنا وزها يسيبه عشان يكمل جولته. وهنا يوقفوا شخص ويقول له انت مالك نزل زها؟ يقول لهم لا انا مجرد فتى مهمات فيه. يقول له استنى بس، انا رسول من اتحاد القط الاسود وعندي رساله ليك من سيد جناح العنقاء الذهبي وعاوز يقابلك. ويهدده الرسول ويقول له طالما بعت لك رسول بدل مختال الافضل ليك انك تلبي الدعوه. يكون بطلنا واخد العبيط ده على قد عقله ويقول له تمام حس كده انا لازم اقبل الدعوه، قول لي بس قابله فين وانا هبدل ملابسي واجيب حاجه في ايدي واجي. يقول له الرسول في كوخ في جبل دينج هو، ولو فكرت تهرب اتاكد انك تبعد لابعد مسافه ممكنه لانك لو اتمسكت هتودع الحياه. بيهدده تاني العبيط ده، انا مشفق عليه جدا ومشفق كمان على اللي ما عملش لايك ولا اشتراك في القناه عشان هيفوت الملخصات العظمه اللي جايه. ونروح لزاها ويكون بيتجهز عشان يقابل سيد جناح العنقاء الذهبي، ويكون سونج متعصب جدا ويقول له ده شخص مجنون ومختل وسفاح وانه هيجمع كل طائفه هاو عشان يروح معاه عشان يحاربه. زاها يقول له حرب ايه يا عم، انت عاوز تقتل كل الشباب اللي في المدينه؟ انا هبقى كويس لوحدي ما تخافش. يقول له سونج انت مجنون لوحدك ازاي يعني، انت معتقد ان المجنون ده هيسيبك تعيش؟ اكيد هينتقم منك، على الاقل خليني انا اجي معاك. يحس زاها ان سونج بقى بني ادم. يقول له بجد يا سونج انت قلقان عليا وعاوز تيجي معايا للخاطر ده كله؟ يقول له سونج بصراحه لا انا بقول اي كلام. يقول له زاها وانت امتى هتبطل عاداتك الوسخه دي؟ لكن سونج يقلع العبايه الخاصه بيه وتكون غاليه جدا عليه ويديها لزاها، ويتجه زاها للكوخ لمقابله قائد جناح العنقاء الذهبي، ويكون مستنيه قائد الجناح واسمه بان سا وونج، ويقول له الشخص اللي قاد زاها للمكان معايا صاحب النزل زاها. يسخر منه القائد ويقول صاحب نزل ايه، ده مجرد فتى مهمات. ويقول له انت عارف انا جبتك هنا ليه؟ انا جبتك هنا عشان بس اشوف مين اللي قدر يقضي على الاخوه تشو ويسيطر على النزل الخاص بيهم. ويكون متعصب جدا انه خد كل ممتلكات الاخوه تشو ويكون شايفه شخص جشع. يتجاهل زاها كلامه ويقعد قدامه ويحط رجل على رجل. يتعصب جدا قائد الجناح ويقول له مين اللي قال لك تقعد؟ زاها يقول له هو انا احتاج منك انت اذن عشان اقعد؟ ويتعنطز قوي كده في القعده. ويضحك القائد ويقول له واضح انك مجنون لكنك مسلي. يقول زاها بعد ما تعابير وشه بتتبدل دلوقتي وقت اسئلتي انا، ليك الاختيار، هل عاوز تموت لوحدك ولا موتك انت واتباعك؟ يغضب جدا قائد جناح العنقاء الذهبي ويسحب سيفه وهو بيقول فتى مهمات وغد هيكون صعب اني اعفو عنك دلوقتي. ويبدا في شن هجوم سريع بالسيف على زاها، لكن زاها يتفادى الهجوم ويقابله بركله في صدره وتحدفه بعيد ويكون نزف داخليا ومش مصدق قوه زاها ولا هو ولا كل اتباعه اللي في المكان. وزاها يقول وهو واقف بهيبه وثقه وسط كل اعضاء جناح العنقاء انت تعفو عني؟ انا مش الشخص اللي بيحتاج عفوكم. زاها يستفز القائد الخايف والمصدوم، مالك اتثبت مكانك؟
انت كنت عمال تقول انك هتقتلني، ايه حصل لك ايه؟ الزعيم يقع في فخ زها ويهجم عليه تاني، لكن زها يتفادى كل هجماته بسهوله، وواضح جدا ان زها بيستهزئ بيه، ويقول لنفسه واضح ان اسياد الاجنحه في اتحاد القط الاسود عادمين المنفعه. يزهق زها من القتال الممل ويقرر ينهيه بضربه واحده، فيلكم القائد في صدره ويفعل تقنيه كاي السيف، وبتلويحه واحده من سيفه يفصل رقبه القائد عن جسده. كل اتباع الجناح يكونوا في حاله ذهول، هما كانوا متوقعين ان القائد جايب زها عشان يستهزأ بيه وياخد املاكه ويقتله، لكنه حصل عكس كده تماما وزها قتله، ويكون كلهم خايفين يتقدموا وثابتين مكانهم. لكن الشخص اللي بلغه الرساله الصبح المرسول يقول له انت هتتعامل مع العواقب ازاي، وهتتعامل ازاي مع طائفه القط الاسود؟ زها يقول له مش شغلك، ويطلب من كل اعضاء الجناح يركعوا له لما يعد ل3، واللي هيشوفه واقف هيحصل القائد بتاعهم. زها يبدا يعد 1 2 3. في اللحظه دي ما يكونش فيه ولا شخص واقف في المكان. يقول له الرسول انت هتعفو عنه يا سيد زها صح؟ يقول له زها ايه اللي يخليني اعفو؟ يقول له طب ما احنا ركعنا لك زي ما طلبت، هو اي ذل وخلاص؟ ويكمل انت لو جيت تقتلنا فاحنا اكيد هنقاوم، فملهاش لازمه. يعجب زها بقدره التفاوض اللي عنده ويساله عن اسمه، يقول له اسمي سيما بي. يقول زها لنفسه انا ما سمعتش عنه في حياتي السابقه، هل يمكن ان اتحاد القط الاسود قتلوا مع قائده لما اتهموهم بتهمه الفساد؟ ويكمل سيما احنا كنا ناويين ننضم للقائد في القتال لو كنت مساوي لقوته، لكن لما شفنا قوتك الحقيقيه كلنا خفنا وما قدرناش نهجم. يعجب زها كمان بمنطقيه والذكاء سيما، ويقول له انا بحب الاذكياء اللي زيك، عشان كده انت مش هتموت، اما بقيه الاعضاء هيموتوا لانهم ببساطه ممكن يبلغوا الاتحاد، وده هيسبب لي صداع في الوقت الحالي. لكن سيما يدافع عن اصحابه ويقول له طب لو هم اقسموا انهم يحفظوا السر برضه هتقتلهم؟ زها يقول له طب انا ايه اللي يضمني انهم يحفظوا السر؟ يقول له سيما انت ممكن تثق فيا انا. زها يقول له لا طبعا، واضح انك كنت اليد اليمنى للقائد، هم لازم يموتوا وانت كمان لازم تموت معاهم، انا مش ضامنكم. يقول له سيما طب اسمع مني طيب، قبل ما تقتلنا الخزنه هنا مليانه فلوس القائد اختلسها وسرقها من النقابه، لو عرفت النقابه بده هتقتلنا احنا كمان عشان احنا سكتنا وما بلغناش، فده معناه اننا مستحيل نتواصل مع النقابه تحت اي شكل ونقول لهم على اللي حصل. يقتنع زها بكلام سيما ويوكله ان هو هيبقى المسؤول عن الموضوع ده. شوف زها وسيما واقفين مع بعض داخل نزل البلو بلوسوم، وزها بيقول لسيما ان السرقه تمت بنجاح، وهنا يقصد خزين الجناح العنقاء الذهبي بعد ما قتل القائد. يقول سيما لزها حس اننا خدنا الحاجه كلها مفيش داعي نعود تاني للجناح، فزها يقول له لو هتفضل هنا في مدينه إليانج مش عاوز اي مشاكل، واي حد هيسبب مشكله انا هقتله بنفسي. يقول له سيما علم وينفذ يا زعيم، وهقول للكل انهم ياخدوا بالهم. ويكمل زها وانا هبقى اشوف لكم شغلانه وهقول لك لما اوصل لحاجه. يسأل سيما زها المنظمة بتاعتك اسمها ايه يا زعيم؟ يقول له زها اسمها مون هوا، ويكون سيما أول مرة يسمع عنها. وهنا يخش سونج عليهم ويقول لزها يا زعيم ايه الحاجات دي وجبتها منين؟ انت بقيت حرامي يا ضبش؟ يقول له زها دي حاجات قائد جناح العنقاء الذهبي، الاموال دي خدتها عشان نبني منازل لطائفتنا. يكون متضايق سونج جدا لان ده هيخلي طائفه القط الاسود تكون عاوزه تنتقم. يطمنه زها ويقول له ما تقلقش انا استطيع هزيمه قائد الطائفه لو هاجمونا. سونج يقول له جيد انك تهزمه. زها يقول له او اعذبه او اقصره. سونج يقول له احسن. زها يقول له او ممكن اقتله. سونج يقول له ياه هي دي الافكار التمام، احنا نقتله. ويكون سونج لسه خايف ويقول له زها انا متفهم قلقك وقلق الجميع، اجمع لي قاده العشيره امام منزل زها. يقول له سونج تمام بس مين بقى هم القاده دول؟ زها يقول له عندنا 3 قاده، السيد جيوم من عشيره الحدادين، يون جاسونج من عشيره البنائين، وديوك سو من عشيره المخزون. ويتجمعوا فعلا امام منزل زها اللي بيتم اعاده بنائه. يقول لهم زها انا جمعتكم عشان اعطيكم قاعده القياده، لو اي حاجه حصلت في الطائفه هي مسؤوليتي انا، اي مشكله تحصل قولوا ان قائد الطائفه الوغد هو السبب والمسؤول ايا كان مين، لبسوني انا التهمه. يكون القاده مش عاجبهم الكلام ويقولوا ازاي يعني تبقى قاعده اننا نلقي كل اللوم على القائد. يقول لهم زها بصوا من الاخر انا مش زها فتى مهمات تعبان اللي كان بيعمل الحساء، انا دلوقتي منضم لعالم الفنون القتاليه. ويقولوا فعلا حساؤه كان بشع، اخيرا هيبطل، انا مش مصدق ان اللحظه دي جت. يقول لهم زها كفايه هزار، ويكمل انتوا كلكم غير مقاتلين صح؟ يقول له سونج انا عندي اساسيات فنون القتال. يكمل زها معظم الناس في الطائفه بتاعتنا زيكم لكني مختلف، انا عاوز احمي الضعفاء على قد ما اقدر، ومش هسيب اي شخص من طائفتي يتم الهجوم عليه او يقتل طول ما انا سيد الطائفه، هو ده واجبي. يكونوا مصدومين انه ناوي يقتل الجميع لوحده. ويقول لهم زها ايا كان مين الشخص اللي هيكون مسؤول عن الهجوم على طائفتي هيتم القضاء عليه في الحال. ويحكي لنا زها انه في حياته السابقه كالشيطان المجنون كان في 4 قوى اساسيه، الفصيل الشيطاني وتحالف المريم والفصيل المظلم وفصيل النور، وكانوا دايما بيتقاتلوا وده سبب موت العديد من الناس. ويقول انا ما عنديش اي تعاطف مع هؤلاء الاوغاد، لكني ما اقدرش اسكت عن عامل او خادم مسالم بيتقتل على ايد شخص منهم، عشان كده ما قدرتش استحمل وقتلت العديد منهم، وده السبب في تلقيبي بالشيطان المجنون. الناس انتقدتني ودعوني بالشيطان ولفقوا ليا جرائم ما عملتهاش، وانا ما كنتش مهتم اني اثبت العكس، واصبحت عدو للجميع. ودلوقتي كقائد طائفه انا هقاتل اي حد ايا كان للدفاع عن الطائفه عشان احمي الضعفاء. يقول سونج في اللحظه دي في حاجه مش فاهمها، مش انت لازم تكون قوي جدا عشان القانون اللي انت حاطه ده يكون ليه معنى؟ بغض النظر عن طائفه القط الاسود انت ازاي هتواجه باقي الطوائف والجنود لوحدك؟ يبص له زها ويقول له بكل ثقه كل حاجه هتتحل لما اكون الشخص الاقوى. يكونوا مصدومين جدا من كلامه وانه ما بيسعاش بس
إنه يكون فنان فنون قتال، إنما يكون الأفضل كمان، لكنهم يثقوا في كلامه ويقولوا إحنا هندعمك يا قائد. لكن زعيم المخزون يقول له في عدد لا يحصى من الطوائف القتالية في العالم وهم بيتدربوا من ساعة ولادتهم، إن حد يكون الأفضل ده شيء صعب جدا حتى بالنسبة لهم، وعشان حد يكون هو الأفضل لازم يكون مرسل من السماء. يقول له ذهب وش مخيف وكله ثقة، المرسل من السماء ده هو أنا. ويكمل مش مهم أكون الأفضل، المهم إني هسعى الهدف ده قد إيه، حتى أنا كخادم بسعى إن يكون الأفضل، أنتوا كمان لازم تسعوا لهدفكم. وبيقول لنفسه ذهب ساعتها الفرق بين حياتي دي وحياتي السابقة إن ليا هدف، وعلى عكس حياتي السابقة هكون مجنون ناجح. ويتنقل بينا المشهد ونشوف طائفة الأرنب الأسود متجمعة أمام زعيمهم، وبيسأل الزعيم شخص واقف أمامه، قائد جناح العنقاء الذهبي كان مختلس واتقتل من قبل خادم لعين؟ يقول له أيوة يا زعيم، والأدلة اكتشفناها مع جثته في مكان الجناح، وباين إنه مات بدون مقاومة شديدة، واتباعه كلهم وقعوا في الأسر من شخص اسمه زها. يقول الشخص ده للزعيم خليني أذهب لمدينة إليانج وقتل زها واستعيد الأموال من فضلك. يفكر شوية الزعيم وبعد كده ينده على قائد جناح التنين الذهبي سو، يقول له أنا عارف إنك أقوى من قائد جناح العنقاء الذهبي، هتحتاج كام ضرب عشان تقتل الفتى ده؟ يقول سو لزعيم الطائفة أنا مش متأكد عشان ما قتلتهوش قبل كده، لكن ههزمه بشكل ما. فيوكله زعيم الطائفة بمهمة قتل زها، ويبقى ده اختبار لقوته. ينحني سو للزعيم ويقول له فهمت، ويقول الزعيم مفيش داعي انك تاخد معاك اي اتباع، انا عاوزك تقتله لوحدك. يبقى سو مش فاهم ليه الزعيم بيعمل كده، لكن الزعيم يقاطع سكوته ويقول له لو فشلت اقتل نفسك. يقول سول للزعيم ما انا كده كده هموت لو خسرت يا زعيم، ويبقى متضايق جدا لان الزعيم شكله عاوز يتخلص منه. وهنا نشوف زها وهو داخل الحانه بتاعت زعيم المخزون ويطلب حساء نودل مشطشط زيك كده يا اللي عملت لايك واشتركت في القناه. ويكون زها بياكل ويشوف سو قاعد بياكل قدامه لكن ما يعرفش مين ده، ويقول انا اول مره اشوفه لكن شكله قوي، ويلاحظ بطلنا سلاحه ويكون كتانه. وهنا يتعرف عليه زها ويقول اسمه رجل الثلاث الاف درع من الفصيل المظلم، معروف بقوته واجتهاده وهيكون شخص مهم جدا في المستقبل، لكن ليه بياكل هنا؟ لكن سو ينهي كل ده بانه يسال الملك هو انا فين ممكن الاقي زها؟ يقول له الملك زها ده بقاله مده ما شفتوش هنا للاسف. سو يقول له هو حصل حاجه؟ يرد الملك هو شخص بيحب المشاكل، هتلاقيه مستخبي هنا ولا هناك، بس قول لي بتبحث عنه ليه؟ في حاجه عاوزني اسالك عنه؟ زها يتبسط من الملك انه ذكي وبياخد معلومات. يقول سو للملك انا سمعت ان مدينه إليانج مليئه بالمجانين وده واضح. ويغضب هنا سو جدا وملامحه تتبدل ويقول للملك لديك الشجاعه للكذب بينما هو جالس امامي. وهنا يوجه سو كلامه لزها يقول له ايها خادم انت عارف انا مين؟ يقول له زها ايوه انت سو اللعين من طائفه الارنب الاسود. يتصدم سو ان زها عارفه ويقول له انت مين يا زها؟ زها يقول له انت على علم بالفعل باسمي، عاوز ايه؟ يقول له سو هو غاضب انا اسالك عن طبيعتك. ويكون زها مش فاهم وشايف ان السؤال صعب ويقول له هحتاج شويه وقت عشان اجاوبك. يغضب سو جدا من زها ويقول له انت اكيد مجنون. وزها يقول للملك فين الحساء بتاعي يا عم؟ لكن نادر يقول له للاسف خلص. وزها يتعصب جدا ويقول له بعد ما خدت طلبي تقول لي خلص؟ ويخلص هنا سو طعامه ويحاسب الملك ويطلب من زها انهم يتجهوا للخارج لان المكان ضيق وشكلها هتقوم عركه دلوقتي تهز المدينه. يقول سو هو ماشي للملك ان الحساء لذيذ وانه هيجي تاني. وزها هو طالع معاه يطلب من الملك سكين عشان نسي سلاحه، ويكون الملك مش قادر يفهم زها وتصرفاته دي، ويبقوا واقفين قدام بعض بيستعدوا للقتال. ويسالوا سو انت جاي تواجهني بسكين مطبخ؟ لكن زها يقول له معيش سلاح تاني، السكينة دي فيها رائحة توم هتتألم يا سو لو لامست جراحك. افتكر كلامي ده يا عضو الطائفة من الدرجة الثالثة، ايا كان اللي هيعبث معايا او مع طائفتي هيموت. لكن زها يقول له هو انت جاي هنا لوحدك؟ مش مفروض اعضاء الطائفة بيخلصوا مهمتهم في جماعات؟ يقول له سو احنا مش محتاجين مجموعة عشان نقتلك. زها يقول له هم تخلوا عنك صح؟ يكون سو حاسس جدا بالاحراج لكن زها يقول له صح يبقى تخلوا عنك. لكن سو يكون وصل حده من زها ويطلع سيفه ويكون بيستعد للقتال ويقول له انا مش فاهم ازاي خادم زيك ممكن يبقى وقح جدا كده. لكن زها يفهمه ويقول له انا مش فاهم ازاي عضو من الدرجه الثالثه زيك ممكن يبقى واثق بالشكل ده من نفسه. هنا يغضب سو ويبدا بالهجوم على زها بالسيف، لكن زها يتجنبها ويقول لنفسه سيفه حاد وقوي ما ينفعش اصد بالسكينه اللي معايا عشان هتتحطم. ويكمل سو الهجوم على زها لكن زها عمال يتجنب كل الهجمات، وسو يغضب جدا ان بطلنا بيتجنب بس وما بيهاجمهوش. ويبدا سو يزود في سرعه الهجوم، بس بطلنا وصل لمستوى عالي جدا من فنون القتال وبيتجنبه هو ويبص له بوجه بارد. ما بيستسلمش سو، بالفعل تطلع الشائعات عنه صحيحه انه شخص مثابر جدا. ويكمل الهجوم على زها لكن زها بيبقى كأنه بيرقص مع سو ضرباته. وهنا سو يهجم على بطلنا بتقنيه طعنه مباشره ويكون شايف ان اصابه اصابه مميته، لكن يكتشف ان الهجوم عدى من جنب زها بدون ما سيفه حتى يلمسه، وزها يكون حاطط السكينه خلفه وما استخدمهاش لحد دلوقتي. ويكون سو مستاء جدا وحاسس انه لا حول له ولا قوه، ويقول زها تقنياته مقبوله لكن ليس بما فيه الكفايه. وهنا يبدا زها يمد ايده وهيلمس سيف سو لكن سو يخاف جدا ويتراجع للخلف في لحظه. يقول له زها ها اكتشفت ان الهجوم العشوائي بدون فايده ضدي؟ يقول له سو هو مصدوم من انت بحق الجحيم.
رحيم، انت ازاي بتقرا كل هجماتي؟ هل انت احد الجنرالات السماويه الاثنى عشر ومتخفي كخادم؟ يقول له زها انت اللي تعبان وبتستخدم فنون قتاليه تعبانه. يتعصب جدا زو، لكن زها يفضل يستفز فيه انه اقل حتى من العبد، انما هو كلب للعبد وما يستحقش الحياه دي، وان هو وطائفته مجرد العاب في ايد زعيم اتحاد الظلام. يكون هنا سو جاب اخره من كلام زها ويقول له اغلق فمك. يقول له زها ليه؟ بص لحاله اتباع الجزار زعيم اتحاد الظلام، الجنرالات الاثنى عشر بسبب تعليمه الغبيه لابسين اقنعه وخافين اشكالهم، كل واحد فيهم زعيم طائفه وبيعرضوا تقنياتهم السريه وبينافسوا بعض عشان يسلوه. يقول سو لنفسه انا عاوز انكر كلامه ده جدا بس ليه مش قادر من جوايا. يكمل زها ايه اتفاجئت؟ انت كنت معتقد ان اتحاد الظلام ده ليه لازمه؟ مفيش داعي لخيبه الامل، العجوز قائد الاتحاد هيموت على ايدي انا في المستقبل. يبدا سو يهدى ويقتنع بكلام زها ويقول له كمل كلامك. زها يقول له زعيم الاتحاد بيخلي القاده الاثنى عشر يتقاتلوا في مسابقه والمركز الاول بيعلمه تقنياته، هل تعتقد ان وغد زي ده هينقل تقنياته لحد؟ هو بس بيتعامل بلطف عشان يستغلكم كعبيد. يقول له سو هو ده كل اللي هتقوله؟ طب طالما انت قوي كده بطل تتفادى هجماتي وقاتلني. زها يقول له انت محتاج تتعلم انك تتمالك نفسك. ويبدا زها يستعد للقتال ويمشي ايده على السكين والسكين تتحول لسيف من اللهب، لكن سو واضح ان لسه عنده تقنيات مخبيها وفعلا يحيط سيفه بالتشي. ويقول لنفسه زي ما توقعت هو سيد فنون قتاليه وما عنديش فرصه امامه، لكن ما ينفعش ان انسحب حتى لو هموت. زها يقول له التقنيه اللي بستعملها دي اسمها طريق اللهب، ويبقى شكل اللهب مهيب جدا وقوي. وهنا يهجم سو على زها بسيفه المحاط بالتشي وينطلق هجوم بعيد المدى بسرعه اتجاه زها، لكن زها يستعد بسكينته المحاطه باللهب ويرد الهجوم بهجوم اقوى منه، وهجوم زها الناري يقطع هجوم سو نصفين ويتجه ناحيه سو، ويكون اللهب قوي جدا ومنطلق زي السهم، لكن يصد سو بسيفه في اخر لحظه، لكن من قوه الهجوم يتحدف سو بعيد جدا ويقع مغشي عليه وعليه علامات اللهب، لكن زها ما يرحمهوش ويفضل يضرب سو وهو على الارض بقدمه. ويكون ملك النزل مندهش جدا من اللي بيعمله زها ويقول هو بيعمل كده ليه الوغد ده. وفي تغيير مفاجئ نلاقي زها وسونج واقفين قدام سو وهو فاقد الوعي في النزل، وزها يطلب من سونج يفوقه، فسونج يديله قلم على وشه ويقول له انت فاكر نفسك في بيتكم عشان تنام؟ يصحى سو مخضوض ويكون فاكر نفسه مات، وزها يبدا يستجوبه عن مكان زعيم اتحاد الظلام، لكن سو يكون ما عندوش فكره. وبعدين يساله عن مكان زعيم طائفه الارنب الاسود، يقول له في الاتحاد. يقول له بيعمل ايه؟ سو يقول له بيتدرب. زها يقول له يبقى نزلات تحديد الرتب بدأت. سو ينصدم ويقول له عرفت ازاي؟ سونج يقول له طائفة هوا عندها علم بكل حاجة يا حبيبي. زها يفهم سونج ويقول له لا احنا ما نعرفش كل حاجة لكننا بنسعى لده. سو يقول له زي ما توقعت انت مش شخص عادي، انت دمية الطائفة المنحطة. زها يقول له دمية؟ فسو يقول له ايوه مش قلت انك فتى مهمات؟ هنا سونج يتعصب جدا ويلكم سو في وشه ويقول له انت اتجننت بتقول على قائد الطائفه فتى مهمات؟ ويكمل لكم في سو، لكن سو ما بيقاومش. يطلب زها من سونج انه يسيبهم لوحدهم. يقول له زها سو انت عندك استعداد تنضم لي؟ سو يقول له لا، فزها يقول له يبقى انا لازم اقتلك. يخاف جدا سو، لكن زها يقول له بطل تبجح وجاوبني بشكل صحيح، لو عاوز تموت هقتلك ما عنديش مشكله. يقول له سو انا مش عاوز اموت سيبني اعيش. يقول له زها وتنضم لي؟ يقول له اوعدك اني مش هقرب من طائفتك لو سبتني حي. يبص له زها بوجه مخيف جدا ويقول لنفسه في النهايه انا عاوز اخضع الشخص ده، ومهما كان مستقيم اعتقد انه هيخضع لو ضربته 7 مرات. ويكون سو خايف جدا من زها، لكن زها يقول له اذهب. يقول له سو اذهب فين؟ زها يقول له امشي من هنا يا غبي، وحط في بالك اني هقبل اتحداك لما تكون قوي، لكن في المقابل انا لو سمعت انك قتلت حد مسالم فانا هقتلك واقطع اعضائك الى اجزاء، فاهم؟ سو يقول وهو خايف جدا يقول له تمام تمام هاخد بالي، ويشكر زها انه سابه يعيش وانه هيوفي بعضه حتى الموت، ويسيبه ويمشي. ويدخل سونج لزها ويساله انت سبته يمشي ليه؟ يقول له انت سمعت قبل كده عن قائد لطائفه الحياه بيقتل كل شخص يقابله؟ يقول له سونج ايه طائفه الحياه دي؟ فيبقى مستاء زها من عدم فهم سونج وغالبا عدم فهم المشاهدين كمان، فيتنك علينا وعلى سونج ويسيبنا ويمشي من غير ما يقول حاجه. ونشوف سو هو ماشي وشايل الهم ان زعيم الطائفه قال له لو ما قتلتهوش اقتل نفسك، ويكون كل امله انه يودع تابعينه في جناح التنين الذهبي، لكنه يحس بجوع شديد ويخش تاني الملك النزل عشان يعمل له حساء، ويكون باين عليه الحزن. فالملك يقول له ما تزعلش كلنا بنعدي باوقات صعبه. يقول له سو حتى انت عندك مشاكل؟ يقول له الملك بس قلت جدا من ساعه ما قائد طائفه هو شال من علينا الضرايب. يقول سو ان زها مش مجنون بالكامل وعنده مبادئ واهداف. ويقدم له الملك حساء لحمه ويقول له هو مش مشهور وملوش اسم لكن طعمه جميل جدا. ولسه هيبدا سو الاكل يخش زها ساعتها ويقول ازاي اتجرأتوا انكم تاكلوا حساء اللحم بدون يا اوغاد، ويكون باين عليه انه هيقتلهم بجد. ونشوفهم هما الثلاثه وهم بياكلوا مع بعض ومستمتعين جدا. يقول زها لسو انت بتعمل ايه هنا بعد ما عفوت عنك؟ انت مالكش مكان يا سو صح؟ طائفتك اتخلت عنك. ويكون سو خايف على اتباعه في الطائفه عشان كده بيفكر يرجع، حتى بعد ما هدده زعيم الطائفه انه لازم يقتل نفسه لو فشل. يطلب منه هنا زها انه ياخده لطائفه الارنب الاسود.
يكون سو مش مصدق نفسه ان زها عاوز يهجم على الطائفه لوحده، لكن زها يقول له هو ده بالظبط اللي هعمله، ولما تاخدني هناك اعتني باتباعك عشان ما يتقتلوش، لاني مش ناوي اقتل الزعيم بس بل كل مقاتل في الطائفه يقف ضدي. وزها يقوم من مكانه يقول له يلا دلوقتي وديني هناك. ونشوفهم لما وصلوا امام مكان الطائفه ويقول زها لسو استعد لتنقذ اتباعك. زها يخبط على الباب بقدمه ويطلع له حد من ورا الباب ويقول له مين؟ زها يقول له انا زها من مدينه اليانج. يقول له الشخص ده ايوه مين يعني؟ زها يقول له افتح عشان ما اكسرش الباب ده على نافوخك. الشخص ده يقول له امشي واسكر في مكان تاني بعيد عنك وانا هسامحك على اللي انت عملته ده. يقفز زها من فوق الباب وينزل خلف الاشخاص اللي كانوا بيكلموه من خلف الباب، يكونوا مصدومين جدا، لكن احدهم يصرخ ويقول دخيل. اتباع الطائفه يتجمعوا في ثانيه واحده حوالين زها، يقول لهم انا ليه زها من محافظه اليانج او غاد. يطلع من خلفهم الزعيم ويقول بقى انت زها خادم؟ يقول زها للزعيم انت هو بقى القائد الاحمق عبيد الركشه العظيم. ويفضل زها يزعق فيه ويكون الزعيم واتباعه مصدومين من قله ادب زها. يقول له الزعيم طالما انت هنا يبقى سو مات. زها يقول له بطل كلام وابدا قتلني. ويقول لاتباع طائفه الارنب الاسود لو الزعيم قتلني لوحده هيبقى زعيم جيد بغض النظر عن موته، لكن لو امركم بقتالي عشان يختبر قوتي فهو ما يستحقش طاعتكم وهيكون جبان، وممكن تنادوه بالقمامه او حشر او جبان. ويكون الاتباع مصدومين جدا من كلام زها. يقول للزعيم انت عاوز تقتلني انا؟ ليه هنزل مستواي الخادم زيك؟ سو هنا يظهر يقول له انت هتضحي باتباعك تاني؟ الزعيم يقول له انت هنا ليه؟ قلت لك تقتل نفسك لو فشلت، انت لسه حي ليه؟ انت توسلت له عشان يعفي عنك؟ يقول له سو مالكش دعوه، حياتي ملكي وهعمل اللي انا عاوزه، انت فاكر ان ولائي ليك بالعمق ده؟ اقتل نفسي عشان انت قلت كده؟ يكون الزعيم مصدوم من كلام سو، لكن زها يقول له عنده حق بصراحه. يسال الزعيم زها انت ليه عفوت عنه؟ زها يقول له انا مش زيك يا احمق. يطلب سو من اتباعه اعضاء جناح التنين الذهبي انهم ينضموا له، وهو هيراهن بحياته على فوز زها، وينضموا له فعلا الاعضاء. والزعيم يكون غاضب جدا وحاسس بالخيانه. يقول سو للزعيم طب ما تقتله لو كنت واثق، مقاتل لمقاتل بدون التضحيه باحد. ويقبل هنا الزعيم التحدي لانه مش قادر يتحمل الاستهزاء تاني، لكن زها يقول له انت ما قبلتش بمزاجك، انت مجبر انك تقتلني. وهنا الزعيم يتغاظ اكتر، يقول زها للكل ده قتال بيني وبين الجبان ده اللي هيتدخل. وهنا يقطع احد اتباع الطائفه ويهجم عليه ويحدف عليه بفاس، لكن زها يوقف الفاس ويمسكه ويحدفه تاني عليه، يجي في نص دماغه ويقع ميت في الحال. زها يقول انا كنت بقول اللي هيتدخل هقتله بدون تردد، انت هاجمتني ليه؟ وهو بيبص لهم وعينه كلها شر. ويبدا هنا خوف يدب في قلب زعيم الطائفه من زها، ويبدا الاثنين يستعدوا للقتال. وهنا سو يقول لزها خد سلاحي. سلاح الزعيم حاد جدا لكن سلاحي قوي زيه. ياخدوا فعلا زها ويوعدوا انه هيرجعوا تاني لما يخلص القتال. ويطلع بطلنا السيف من الغمد ويبقى محاط جسمه والسيف بهاله من اللي تشيه، ويقول للزعيم لنبدا القتال. ويبدا زها الهجوم، ويهجم الزعيم في نفس الوقت على زها بهجوم يشبه العاصفه، لكن بطلنا يتفادى الهجوم ويقرب للزعيم ويهاجمه بسيفه وتصطدم سيوفهم ببعض. والاثنين تكون ضرباتهم بالسيف قويه جدا لكنها متساويه ومحدش فيهم قادر يخلي كافه القتال تميل ناحيته. واحيانا زها يتفادى الهجوم واحيانا الزعيم يتفادى. وتكون اتباع طائفه الارنب الاسود مصدومين ان زها والزعيم على قدم مساواه في القوه، لكن سو يقول لنفسه لا مش زي بعض، زها هو اللي كابح قوته لسبب ما. وفعلا يكون زها مش بيستخدم كل قوته لانه عاوز يشوف فنون القتال اللي عند الزعيم، لكن يقول خلاص مفيش حاجه جديده هكتشفها. ويبدا هنا يهاجم بكل قوته، ويهجم زها هجمه على الزعيم بالسيف، الزعيم يصدها لكن الارض تتكسر من تحتيه من قوتها. ويكون الزعيم مصدوم من قوه زها، وزها يقول له اخيرا لاحظت ده لكن بعد فوات الاوان. يكون الزعيم بيصد هجمات زها بكل صعوبه وحس ان خلاص هيموت، فطلب من اعضاء طائفته بالهجوم على زها ومساعدته، لكن سو يقول لهم محدش يتقدم، لو ما سمعتوش كلامه اضمن لكم الحياه. ويكون الزعيم مندهش من عدم اتباعهم كلامه، لكن هنا زها يهجم عليه تاني بكل قوته، وايد الزعيم بدات تنزف من شده الضربات. ويبدا الزعيم يفعل تقنيه كان خفيها ويهجم بهجوم حاد بعيد المدى على زها، ويقول زها انا لو اتجنبت الهجوم ده سو اتباعه خلفي هيتصابوا. فيتوصل بطلنا لانه لازم يصد الهجوم ويستخدم هجوم اللهب الخاص بيه ويهجم بيه على الزعيم، وفعلا يحطم هجمه الزعيم، بل والهجوم يوصل للزعيم ويفحمه ويصيبه اصابات داخليه، والزعيم ينزف من فمه واضح انه على مشارف الموت خلاص. ويكون الجميع مش مصدق قوه زها المخيفه وانه هزم زعيم الطائفه. وزها يقول لسو انت انقذت العديد بكلماتك. ينحني سو لزها ويقول له كله بسبب كلمتك اللي اديتها لي ووعدك ليا، شكرا ليك يا سيد العشيره. زها يلف وشه لاتباع طائفه الارنب الاسود ويقول لهم انا بقدر احساس الانتقام، اي حد عاوز ينتقم لهزيمه سيده فليتقدم الان، انا همهد طريق اي شخص عاوز يتبع سيده الى الجحيم بايديا دي. يكونوا خايفين كلهم، ما هم شافوا قوه زها خلاص ومحدش فيهم يتكلم. وياخد زها قناع زعيمهم ويلبسه ويقول من الان انا زعيم اتحاد الارنب الاسود، ويقول لهم سواء عجبكم او لا هو ده اللي هيحصل. ويحدف زها السيف بتاع سو اللي كان مديهوله يقاتل بيه، ويمسك سيف قائد الطائفه اللي قتله ويقول له سو اسم السيف ده ايه؟ سو يقول له اسنان الارنب الاسود. يقول له ايه الاسم الغبي ده؟ ولكن بما اني امتلكت السيف انا هطلق عليه اسم الغبي. ويكون اتباع الطائفه مصدومين وهو بيهزقهم وبيطلق على سلاح زعيم الطائفه السابق اسم الغبي، ويطلب منهم جميعا تنظيف المكان وازاله جثه الزعيم السابق ويخفوها، ويقول لهم عشان تنجحوا
ينجحوا في فصيل الظلام لازم تكونوا جيدين في التنظيف، يكونوا مصدومين ازاي فجأة ينقلبوا على زعيمهم السابق ويساعدوا اللي قتلوا، يبص لهم وعينيه مليئة بالشر ويقول لهم فين اجابتكم؟ كلهم يوافقوا في صوت واحد ويقول زها تمام دلوقتي عندنا اجتماع مع قادة الأجنحة، وسو يقول له انا هنضم لكم بس بعد ما اخلص تنظيف، ويقول زها لنفسه من دلوقتي انا زعيم اتحاد الأرنب الأسود لحد ما يكتشفني زعيم اتحاد الظلام، ويبقى بيقوم بتقنية الزعيم السابق ويندهش الجميع من اتقانه ليها في الوقت القليل قوي ده. تنويه يا شباب عشان واضح ان المترجمين خذلونا، وكان كل ده اسم الطائفة او الاتحاد الأرنب الأسود مش القط الأسود، فمن هنا ورايح هيبقى اسمه اتحاد الأرنب الأسود، لأن حتى قناع الزعيم بيقول كده شبه الأرنب. فأتمنى يا عزيزي انك انت كمان ما تخذلنيش وما تسوحنيش وتعمل لي لايك واشتراك. وننتقل لزها وهو مجتمع بقادة الأجنحة للطائفة وبيقول عليهم المنفذين، وبيقول لهم تمام عاوز اعرف ايه الدنيا احكوا لي. يقول له سو في البداية عرفنا من زعيم الاتحاد السابق ان العديد من اعضاء جناح العنقاء الذهبي نجوا بالفعل وقاعدين في محافظة إليانج، نعمل معاهم ايه؟ يضحك زها ويقول كما هو متوقع من قائد جناح زي سو، ويقول لباقي القادة خليكم زي سو، هو مش بس ذكي بل خايف على رفاقه كمان، وقف بشجاعة لإنقاذ حياتكم في وقت سابق. يقول له زها استخدمهم زي ما انت عاوز، ويطلب منهم زها يكملوا تدريبهم بجد وانه هيديهم الاموال، ويكون الكل ساكت. فيقول لهم زها انتوا ما بتسقفوش ليه على كلامي؟ سقفوا قبل ما اقوم اكسر ايديكم. فيسقفوا كلهم وهم خايفين. يقول لهم زها كفايه تشجيع وتحفيز بعضنا واننا نبقى اقوى بالقتال معا، هو ده اللي فصيل الظلام مبني عليه، وعلاقه الاخوه اللي ما كانتش موجوده قبل كده ما بينكم لازم تبدا تتكون، ده اللي بيخلي فصيل الظلام قوي بجد. ويسال زها مين هنا المسؤول؟ يقول له شخص انا، من فضلك ادعوني ببايوك. يكون اول حاجه عملها زها انه دمج جناح التنين الذهبي مع العنقاء الذهبي تحت قياده سو، وطلب من بايوك ان يدي فلوس لسو، وطلب منه كمان ان يعرفه بالوضع الحالي للاموال في الاتحاد، وهدده انه لو شاف اي نوع من انواع الاختلاس او التزييف هيتم اعدامه اول واحد. ويكمل زها نسيت بخصوص نزال الترتيب هيبدا امتى. يتصدم القاده ان زها عنده علم بموضوع زي ده. يقول سو مفيش ميعاد محدد، لكن الجنرال السماوي اللي متوقع يتحداك هو القرد الاحمر، ونشوف شكله بصراحه شكله سفيف وقليل وزها هيمسح بيه ببلاط. ويكمل سو لكن لو عايز تزيد مستواك في اتحاد الظلام لازم تقاتل الديك الابيض. هو احنا في مزرعه يا جدعان؟ ايه الاسامي الهلس دي؟ يساله زها هو انا في مستوى كام؟ سو يقول له انت مستوى خامس من 12. ويسالهم زها عن مكان ركشاسه اللي هو زعيم كل الطوائف اللي اسمائهم حيوانات دول. يقول لبايوك ان زعيم الافعى الحمراء اداله عبده جميله وهو غالبا مختفي معاها. يقول زها اللقيط العجوز ده عنده طاقه مهوله انه يتصرمح مع واحده، وفجاه يغضب جدا وكل الموجودين يخافوا. ويكمل زها لسه بيستخدم تلاميذه عشان يجيبوا له نساء، هو ليه لسه طليق ما اتقبضش عليه لحد دلوقتي؟ ويقف من مكانه ويزعق مع ان ركشاسه العظيم هو سيدي، لكن اللقيط العجوز ده وقع في الخطيئه وانا بخطط للتمرد. يكون القاده مش فاهمين هو كل ده عشان العجوز بيقل ادبه ولا هو غضبان ومزاجه وحش ولا ايه بالظبط. ويقول زها وهو عينه بتلمع بشكل مخيف اي حد هيقف معايا ضدي مش هسيبه عايش. ويسالهم زها عن حاله الاتحاد الاسود. يقول سو انهم كانوا مشغولين بالامور والمزادات وصعب يكون في حد اغنى منهم دلوقتي. يسالوا زها هم لسه بيبيعوا العبيد في المزاد؟ يقول له سو ايوه. يقول زها انا كرئيس لفيصل الظلام ما ينفعش اسمح لده انه يحصل تاني. اتحاد الارنب الاسود هيقوم بواجبه كجزء من فصيل الظلام باننا نقضي على الاتحاد الاسود. طب يا شباب تنويه تاني عشان الدنيا بدات تخش في بعضها، فيصل الظلام ده اللي هيكون كل الطوائف اللي تحت زها، منهم طائفه هاول اللي عملها ودلوقتي اتحاد الارنب الاسود واي حاجه تانية. اتحاد الظلام ده اللي فيه 12 طائفه باسماء حيوانات اللي كان الارنب الاسود واحد منهم. اما زعيم اتحاد الظلام ده يبقى اسمه ركشاسه العظيم. اتمنى تكون الدنيا وضحت شويه. ويكمل وان احنا لازم نقضي على تجاره العبيد في المدينه، ويكونوا مش مقتنعين لان شايفين الموضوع عادي. يقول لهم زها انتوا اتعلمتوا فنون القتال ليه؟ ما تشيلوش عينكم عن الظلام، ده واجب اللي زينا في فيصل الظلام. ويكونوا مش فاهمين حاجه من كلامه المجعلص ده. ويبدا يغضب منهم زها ويقول لهم ساكتين ليه؟ انا بدات اتعصب. يقولوا له مفهوم مفهوم وهنحط ده في بالنا. ويقول لهم عشان القضيه دي هستخدم موارد الطائفه كلها، ولو اي حد فيكم عنده شكوى يتقدم لمقاتلتي عشان نحل الموضوع. ها دلوقتي في اي حد ناوي يتقدم؟ ينحني ليه الجميع ويقول انا دلوقتي سعيد اني مش هلطخ ايدي بدماء قاده اجنحتي. ونشوف زها بعد الاجتماع وهو بيقول ان عنده موهبه في الحاجات اللي زي دي. يجي احد اعضاء الطائفه ويقول له الاكل جاهز. يقول له لا انا محتاج انضف نفسي الاول من دم زعيمكم السابق. ويطلق هالته امام التابع ويكون شكلها مخيف جدا، ويستخدم تقنيه عن بعد عشان يجيب حاجه من بعيد عنه. وهنا يخاف التابع جدا وكان معتقد ان زها هيقتله. يقول له زها ما تخافش انتم في امان طول ما انا زعيم الطائفه. ويقول له زي ما انت شايف ده اول يوم ليا كزعيم، فانا محتاجك تدلني واديني الاماكن التدريب ومخزن الحبوب والحاجات دي. ونشوف زها وهو في مخزن الحبوب وبيقول ان في حبوب عاليه الجوده في العالم لكن قليل قوي اللي بيحصلوا عليها، وكان على امل انه يلاقي حاجه منها في الطائفه لكن ما لقاش الا الحبوب العاديه، لكنه يلاقي وسطهم حبه القلب المشتعل وتكون حبه عاديه لكنها عاليه الجوده. ياخد منهم 3 ويقعد يتامل ويستنى مفعولهم يتم.
ويقول انها مناسبه لحالته الحاليه، وتبقى اللؤلؤه السماويه اللي جواه بتمتص الحبوب اللي اكلها قبل ما يبدا حتى في التامل. ويستخدم طي تقنيه عالم الخشب وبعدها عالم اللهب، ويكون شكلها قوي جدا. ان اللؤلؤه السماويه تم صنعها من خلال استيعاب عدد لا يحصى من المقاتلين اللي تشي وقوه حياتهم، لكنها امتصت الحبوب اللي كلتها دلوقتي. هل من الممكن انها كمان تملك القدره انها تسمح بامتصاص تشيل خصم او طاقته الداخليه حتى؟ يقول اكيد لا، ومش لازم اسرح بخيالي، كل اللي عاوزه اني اعيش كشخص مجنون، وانا ما عنديش اي حلم ان اكون وحش واتفوق في القوه على زعيم الطائفه الشيطانيه. ويقول انا هكمل تامل عشان اشوف ايه اللي بيحصل في جسمي، لكنه وهو بيتامل بيقول بما اني عدت وحاجات اتغيرت فهيحاول يستخدم تقنيه التحكم الذهني لكنها تفشل، وده يكون بسبب مستواه الحالي في فنون الدفاع عن النفس وطاقته الداخليه. ويقول انا ليه بتبع التقنيات القديمه؟ انا مجنون ولازم ابتدع تقنيات جديده مش موجوده في العالم. انا لازم اتخلى عن الفنون اللي اتعلمتها وجمعتها قبل كده. انا هنظم قوه اللؤلؤه والقوه الاساسيه عشان امتص في ذهني بشكل نظيف، ونلاقي ايده محاطه بهاله قويه من اللي تشي. ويجي تاني يوم ونشوف زها لسه قاعد في مبنى طائفه الارنب الاسود، ويجي سو يقول له انه جاله ضيف وانها واحده ست جت تبلغه باخبار مقاطعه اليانج. ويقول زها لنفسه المفروض ما يكونش في اي مشكله في اليانج بعد ما قضيت على زعيم الطائفه، لكن يقول لسو دخلها نشوف عاوزه ايه. وفعلا تخش الست لكنها تكون خايفه جدا، وزها يكون عارفها واسمها سون. ويقول ايه اللي جابها هنا؟ انا ما شفتهاش من مده. سو يقول لها قولي لسيد الطائفه ايه اللي حصل بالظبط. تقول له في المدينه في حانه اسمها حانه زها، والصبي اللي شغال في المكان ده يكون كل الموجودين من طائفه الارنب الاسود مصدومين. ازاي جايه تشتكي زها لزها؟ يعني هي مش على علم باللي حصل، لكنها انها تقول قدامه ان فات مهمات ده اكيد قضي عليها. تكمل سون ان صبي المهمات ده قضى على ملاك جميع البيوت المشبوهه، وحرفيا كل الموجودين بيكونوا خايفين جدا من رد فعل زها حتى سو. لكن زها يقول لها تمام فهمت اللي حصل ده شيء كويس. يقول لها انت عندك مكان تقعدي فيه؟ تقول له لا. يقول لها ست شجاعه زيك ملهاش مكان. تمام انا هديك منصب كويس بين الخادمات هنا. تفرح جدا الست وتقول له بجد والنبي يا ابو نواف والله ابشر. يقول لها طبعا لازم نستخدم السيدات الشجعان جيدا. يقول لها ليه ما تشتغليش في اتحاد الارنب الاسود؟ سنك مناسب واشتغلتي قبل كده في احد البيوت المشبوهه فانت عندك خبره كويسه. تقول له ده جميل هشيله فوق دماغي. يقول لها لكن وعديني بحاجه، مفيش خيانه، لان الخيانه تمنها الموت، وكمان عاوزك تخلي بالك من كلامك، مفهوم؟ تقول سن انها حاسه سمعت الكلام ده قبل كده وتكون ساكته. يقول لها ايه صعب عليك اللي بقوله؟ تقول له لا هتبع كلامك يا سيد الاتحاد، ولازم تكوني شاكره بما اني اديتك فرصه تانية زي دي. تقول له يعني ايه مش فاهمه؟ وهنا يخلع القناع وتنصدم سن ان اللي قدامها ده هو زاها وتفقد الوعي. يقول له سو واضح ان اغمى عليها من الصدمه. يقول له خلي الخادمات ياخدوا بالهم منها. يقول له سو ياخدوا بالهم منها بعد اللي قالته ده؟ يقول له زها انت عاوز تلقي بفتاه فاقده الوعي في الشارع بعد كمان ما قالت ان ملهاش مكان تبات فيه؟ انت واخده وما عندكش قلب يا سو. ويزعق في جميع اعضاء الطائفه الموجودين ويقول لهم اسمعوا هي دي قوانيني ودي رحمتي. ونشوف زها وهو في مكان التدريب وقدامه مقاتلين الطائفه ومخليهم يلعبوا ضغط، ويقول كله يعمل 500 عد الضغط ما عدا اعضاء جناح التنين الذهبي. ويقول لهم كلامي ده احفظوه كويس، اي وقت عندنا احنا مش نايمين او بناكل او في الحمام فاحنا هنتدرب عشان نكون اقوى. طالما انتوا بتستهزئوا بالعداله كونكم من فصيل الظلام فعلى الاقل لازم تكونوا اقوياء. ويطلب من اعضاء جناح التنين الذهبي انهم يجيبوا اكياس رمل ويحطوها على ظهر زمايلهم، ويقول له سون يخلي عينه على اعضاء جناحه، ويقول ان اسياد الاجنحه هيعملوا 100 عد الضغط بس، واللي يخلص منهم يمسك سيف خشبي ويضرب اللي بيتدلع. ويكون الكل مستعجل، الاسياد عشان يمسكوا السيوف الخشب والاعضاء عشان يخلصوا قبل ما تيجي اكياس الرمل. ويقول زها انا كمان هكافئ الناس اللي هتخلص الاول فيكم، اعملوا باقصى جهدكم. ويعدي الوقت ونشوف زها في مبنى الطائفه ومعاه كتاب فيه كل المعلومات عن الجنرالات السماويه، ويكون اللي جابوا بايك عشان يساعد زها في قتال ضدهم في المستقبل. يقول له زها والكتاب ده فيه معلومات عن ركشاسه العظيم؟ يقول له في نهايه الكتاب دايما بيتم تنظيم المعلومات حول قائد في النهايه. يعجب زها بمجهود بايك ويكافئه بفلوس كويسه. يقول له بايك شكرا جدا يا سيد الاتحاد، ومع اني ما عملتش ده عشان الفلوس لكن هقبلها بكل امتنان. ويكون شكله مادي جدا ويتحاجوا هما الاثنين. تخش هنا عليهم سن وبقت سيده الخدم وتقول له في شخص مقنع عاوز يقابلك. يقول لها مقنع؟ اي نوع من الاقنعه؟ تقول له قناع قرد. ويفتح زها الكتاب اللي معاه ويشوف المعلومات اللي فيه عنها، وتبقى كالاتي: مجنونه بشان تقنيه تشينج كونج، عندها هوس للسرقه مع انها غنيه جدا، اصبحت تلميذه منذ مده قليله لكنها تقدمت في المستوى في الطائفه المظلمه بعد هزيمتها للعديد من الجنرالات السماويين، وما عندهاش شرف القتال، وبتخلع من اي قتال بتحس انها تهزم فيه، وبتقول انه تعادل. في شائعات بتقول انها بقت قويه بسرعه بسبب انها بتسرق الحبوب، وانها عملت صفقه مع الركشاسه العظيم لتعلم فنون القتال في مقابل انها تسرق له حاجه معينه. يقفل زها الكتاب ويقول انا مستعد ليها. يروح لها زها وتحييه وتقول له الاخ الارنب ازيك؟ يقول لها عدت مده ايتها اللصه الواخده. تتصدم هنا وتقول له هو بيقول لي كده ليه؟ انا مش عاجبني الاسلوب ده. وتبدا تشك فيه وتقول لنفسها الشعر كان بالطول ده؟ تقول له صوتك وكلامك مختلفين. يقول لها باين اني اخطات من التعب، كنت بحاول اتعلم فنون دفاع عن النفس جديده لكن حلقي اصيب لما ما كنتش قادر اتحكم في اللي تشي في جسدي. تقول هنا لنفسها انها فرصه انها تهاجمه وهو مصاب. تقول له انا جاي احييك،
بس لو اديتني دعم زي المره اللي فاتت مش هتحداك وهعود تاني من مكان ما جيت. يكون زها مش فاهم ويقول لنفسه هل هي معتقده اني هديها فلوس عشان ما قتلهاش قبل القتال مع الديك الابيض؟ كونها بتحاول تنصب على اخوها في العائله وحاطه مصلحتها قبل العائله، فصيل الظلام واقع في الحضيض فعلا. تقول له مش انت هتقتل الديك الابيض؟ لو اتاذيت في قتالي فانك توصل لمستوى الرابع في الجنرالات السماويه هيضيع عليك، مش صح ولا ايه؟ يقول لها انت بتنصبي على اخواتك كلهم كده؟ انت متسوله ولا ايه؟ تقول له هنا تمام، حيث كده بقى يبقى هنسوي الموضوع ده ما بيننا دلوقتي. هنا زها يقول لها اختي انت كنت عاوزه كام؟ تقول له هم 30 صفيحه فضيه وهبعد عنك مده طويله، او ممكن نتقاتل اللي تحبه، وتبقى متاكده انه مش هيقتلها لانه مصاب وهو بيجمع التشي. هنا زها يبتسم بكل خبث ويقول لها انا هعقد معاكي صفقه، لو سلمتيني كل الاموال اللي عندك هسيبك تمشي بسلام، لاننا اعضاء في فصيل واحد، وهسيب اطرافك سليمه. تنذهل هنا من كلام زها وتكون مش فاهمه التقلب اللي حصل ده، ويقول لها انا كمان مش هقبل اي تحدي منك لو ما جبتليش الاموال، لكن في المقابل لو هزمتيني مره واحده بس هديلك كل حاجه خدتها منك. وتقول له القتال هيبقى ازاي؟ يقول لها زي ما انت عاوزه. تقول له تمام، لو خدت مني القناع خلال 7 دقايق ونص هقول اني مهزومه، ممكن تستخدم اي وسيله عاوزها، والموقع هيكون داخل حدود الاتحاد هنا. يقول لها تمام كويس بالنسبه لي، ونشوفهم واقفين قدام بعض ويستعدوا للتحدي اللي ما بينهم. تقول له انت هادي قوي مع ان الوقت المتاح ليك قليل. يقول لها بطلي كلام، انا هعلمك ازاي تتكلمي، جهزي نفسك. ونشوف زها وهو بيهجم عليها بسرعه جدا وما تلحقش تتفاداها ويمسكها من قناعها ويخلعه، لكن نشوفها واقفه خلفه وتقول له انت بتحاول تعمل ايه، ويكون اللي حصل ده وهم وتكون ردود افعالها مش معقوله. يفضل زها يحاول ينتزع القناع ولكنها بتتفادى كل محاولاته، وتكون خفتها عاليه جدا وزها مش قادر يمسكها، وتقف بعيد وتبص له باين عليها الاستهزاء وتقول في نفسها اجيب ايه بالفلوس اللي هاخدها منه. لكن زها ما يديهاش وقت وينطلق تاني اتجاهها وكان خلاص هينتزع القناع، لكنها تتفادى في اخر لحظه وتقول هو بقى اسرع ولا انا بيتهيألي، وزها يلف من خلفها لكن تقفز في الهواء، وهنا يستخدم تقنيه الدخان عشان يخفي وجوده وينطلق تاني ليها في الهواء ويكون خلاص هيلمس القناع لكنها تقفز اعلى. وزها يستخدم تقنيته الامتصاص العظيم ويطلع من ايده ايد من التشي وتمسك بقدمها، تحاول تفلت منه وتخبطه في دماغه وهتكون لسه بتتجهز انها تستخدم تقنيه عليه، لكن يمسك رجلها بعنف ويهبدها على الارض، لكن خفتها لا مثيل لها، تستخدم ايديها عشان تخفف الاصطدام وتبعد المسافه بينها وبين زها وتنطلق تاني ناحيته وهي بتستعد بتقنيه من ايدها وشكلها قوي. زها هنا يستخدم تقنيه الامتصاص العظيم تاني لكن يكون شكلها قوي جدا وتخاف منها ويكون باين عليها الصدمه، وزها بالفعل ينتزع القناع من على وشها وبايده التانيه يلكمها وايده تكون محاطه باللهب، واضح ان دي تقنيه اللهب بتاعته. ونشوف البنت بتطير من قوه الهجوم وفاقده الوعي وبتنزف من فمها، ونشوفها واقعه على الارض ومتحطمه من تحتها وفاقده الوعي تماما او ميته، الهجوم ما كانش عادي. يقول زها لاتباعه هي هتفضل فاقده وعيها لنص الليل وبعدين تصحى وتسرق الحبوب واموال الطائفه، لكن ده مش هينجح معايا، لازم كلكم تكونوا مستعدين وتجهزوا الفخاخ ليها، لكن تصدمهم جميعا وتفوق وتقول له اخي انا اتعلمت منك. ونشوف وشها وهو متبهدل من هجوم زها لكنها تكون جميله ويعجب بجمالها اعضاء الطائفه، وكلهم يبصوا لزها ويقولوا انت اتمديت جدا. يا سنبات عشان جميله تقلبوا على زعيمكم؟ اتمنى يا اعزائي ما تبقوش زيهم وتقفوا معايا وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه، اليوتيوب مش بيطلع فيديوهات للناس الايام دي فزقوا معايا الدنيا. ويتنقل بينا المشهد وبنت تكون مقيده في عمود وتقول لنفسها هو اكيد مش زعيم الطائفه القديم، تقنياته وكلامه وهالته المحيطين بيه مختلفين تماما. هنا يخش عليها بايك ويقول لها انا جيت بناء على طلب زعيم الاتحاد، ويقول لها سامحيني على اللي هعمله. تخاف جدا منه لكننا نشوف مشهد في منتهى العبط واعضاء الطائفه وهما بيحطوا المكتب لبايك قدامها وعليه قلم وبعض الاوراق، ونلاقي كل ده عشان زها قال له يرسم وشها. تكون البنت متضايقه جدا، يقول لها معلش بس ما باليد حيله، الشخص ده مخيف جدا ولازم اتبع كلامه. تقول له طب اشمعنى وشي؟ يقول لها عشان انت حراميه ولو خلعتي مننا نجيبك على طول ونسلم صورتك للمسؤولين. البنت تفضل تزعق في بايكو وتكون زعلانه جدا، فيقول لها مع انك زعيمه في الطائفه لكن ما احبش واحده في سن حفتي تتكلم معايا كده. تقول له وهي بتبتسم وهتعمل ايه يعني؟ يقول لها تحب ارسمك بدون ملابس؟ نمسي العجوز بايكو ده. تسكت البنت وتستسلم ويبدا في الرسم وهو عمال يتكلم يقول لها سيد الاتحاد اللي كنت بخدمه مات ومات موته بشعه كمان. هنا البنت تاكد ان زها مش اخوها الارنب الزعيم القديم، وواضح ان ال 12 جنرال بيقولوا لبعض يا اخويا. يقول لها بايك كنت متوقع انك انت كمان هتموتي لكن بما انه كان لطيف معاكي لازم تخلي بالك. يخش زها بعد ما يكون بايك خلص ويقول له 100 100 يا معلم، ولو البت دي سرقت حاجه اطبع صورتها ووزعها على اي طائفه بتبحث عن لصوص. البنت تقول له انت مين على كده بقى؟ يقول لها لاحظت اني مش هو؟ تقول له باين قوي، مش قناع اللي هيخفي هويتك. انت مين عشان تتحدانا تلاميذ ركشاسه العظيم؟ انت مش قد ولا قد غضبه. يقول لها انا ما كنتش هعمل كده لو كنت خايف منه في الاصل. تقول له انت سبتني عايش عشان عاوز حاجه مني صح؟ بالنسبه لي اهم حاجه الاموال، طالما بتدفع كويس هساعدك في اي حاجه. يقول لها زها انا هقتل ركشاسه العظيم. تقول لنفسها لا ده واضح ان مجنون فعلا، وتقول له هو اقوى مما تظن، ما اعتقدش انك قوي كفايه عشان تحقق هدفك ده يا اخويا مزيف. زها يقول لها تمام المعلومات التافهه دي هبقى اشوفها بعدين، لكن دلوقتي عاوز اتاكد
زائد انك مستعده انك تخونيه. تقول له يا بيه طالما هتدفع احنا خدامين القطمنص. القطمنص هو الفلوس بالعاميه المصريه عشان تبقوا معايا على الخط يعني. يقول لها انا مش مصدقك. تقول له عاوزني اعمل ايه عشان تصدقني؟ يقول لها ظهر ان سو هيجي دلوقتي ومعاه سم، تفتكري مين هياكله؟ تكون مصدومه جدا ويقول لها طبعا انت. تقول له بدل ما تعمل كده قول لي انت عاوز ايه وانا هعمله، واوعدك اني مش هخونك، وانت معاك شكلي فما تخافش. يقول لها انا لسه مش مصدقك. ويخش هنا سو عليهم ويقول له سم لعنه الضباب جاهز، ويبقى شكله بشع جدا وطالع منه رائحه سيئه. يقول له ظهر اكلها السم وبنتي عيني هتعيط خلاص. يبدا سو ياكله لها وهي بتحاول تقاوم لكن مفيش فايده. يقول سو ظهر انها مش بتبلع، يعمل ايه؟ ظهر يقول له اضربها لحد ما تبلع، فهي تتجنب كل وجع القلب ده وتبلع وتقول له خلاص طفحت قول لي عاوز ايه. يقول لها معاكي 10 ايام وهديكي العلاج لو تمكنتي من العوده بعد ما تقتلي الفار او الحصان او الكلب، ودول يبقوا 3 من الجنرالات السماويه لطائفه الظلام. وبما ان ده ممكن يحصل ما بينكم عادي فانت كده ما بتعمليش جريمه. تقول له ال3 دول معروف عنهم انهم اسوأ 3 في التحالف. يقول لها زي ما متوقع منك انك نبيهه، ويفكها ظهر. فتقول له قول لي انت مين؟ قال لها انا بس فتى مهمات. تبص له بنته وهي مش مصدقه وتقول له متفهمه انك مش عاوز تقول لي الحقيقه، انا هعود تاني بعد ما اقتل حد فيهم وهنتكلم ساعتها. هنا يندهش سو منها ويقول انها فعلا قويه، وهي ماشيه خلاص ظهر ينده عليها ويقول لها اختي مع انك اكلت السم بس ليكي الاختيار، ممكن تقفي بجانب راكشاسا العظيم وهيديك الدواء وتكشفي له هويتي. تقول له هو انا هستفيد ايه من فوزك يا اخويا المزيف؟ يقول لها مفيش فايده مهوله، لكن بعد كده مش هتشوفي راكشاسا العظيم وهو بيطلب من تلاميذه يجيبوا له بنات وفلوس ويقتلوا ويسرقوا. تبص له بنت واضح انها بدات تعجب بالتفكير ظهر وتقول له انا ماشيه. بعد ما تمشي سو يقول له السم ده اتعمل اي كلام، هل ده في مشكله؟ يقول له صنعتها ازاي؟ يقول له بعض المسهلات وادويه الجهاز الهضمي ممكن تزعجها شويه وهي في اتجاهها ليهم. ونشوف البنت وهي متجهه لاحد الزعماء ال3 وبطنها عماله تعمل اصوات من السم اللي اداهولها ظاهر، وتكون متغاظه جدا من ظاهر انه عمل فيها كده، لكنها تقول لنفسها هو متوقع ان ممكن اخون الزعيم ده مستحيل. لكن هنا بطنها توجعها جدا وتقول هم فعلا عملوا فيا كده، وهنا يكون السم اشتغل وجالها اسهال وتكون بتتألم جدا. وتفضل ماشيه وهي ماسكه نفسها بالعافيه وتشوف مكان مستخبي تعمل فيه حمام، وتقول انا هستخدم كل اللي تشيل اللي عندي في عضلاتي السفليه. ظهر ده اسوأ من اسوأ حد في الدنيا. ده انت اوحش واحد شفته، انا طلع انت اوحش واحد شفته عينيا. وتكون دخلت غابه وبتشوف مكان مستخبي تعمل فيه حمام، لكن يكون في حد حواليها ويطلع قدامها ويكون لابس ابيض في ابيض، يقف قدامها ويقول لها مالك يا انسه وشك شاحب جدا. تكون هتقول له انها واخده سم، لكن تقول لنفسها ما ينفعش حد يعرف اني اتسممت. تقول له انا ببحث عن حمام. يقول لها تعالي على ظهري انا هوديك المحل بتاعي، انا كده كده كنت في اتجاهي ليه. البنت تكون عاوزه ترفض لكن بطنها توجعها جدا وتقول له يلا بينا ما باليد حيله. ويكون الشخص ده ظاهر بس عامل نفسه مش ظاهر، وياخدها على ظهره ويقفز بيها عالي ويكون ماشي بيها بسرعه جدا، وينزلها في مكان ويقول لها في حمام في الخلف خش بسرعه. تجري باسرع حاجه عندها وهي بتنزل عرق من كل مكان وماسكه نفسها بالعافيه. ونشوفها بعد ما خلصت وبتقول الصوت اللي انا عملته كان عالي قوي، انا مستحيل ابص في وشه تاني، وتكون مكسوفه جدا انه يكون سمعها. تخش عليه وما تبصش في وشه من الكسوف. يكون طلب لها حساء اللحم من الحانه ويقول لها حظك حلو في الاكل، ويكون شكل الاكل عجبها جدا ويقول لها ملك الحانه خدي قطمه، لكنها تقول له معدتي تعبانه مش هينفع. وكل ده بنت العبيطه مش ملاحظه ان ظهر قدامها ولا فاهمه ان هو اللي وصلها وفي البلاله خالص. لكن يتمسك ملك الحانه انه يديلها شويه وفعلا تبدا تاكل وتكون مستمتعه جدا. يقول ملك الحانه لظهر ايه علاقتك بيها؟ ظهر يقول له دي اختي. هنا البنت تنصدم من اللي سمعته وتفهم اخيرا انه ظاهر، وتكون متعصبه جدا انه ضحك عليها وذلها وتفقد وعيها من الغيظ. يقول له ملك الحانه انت دلوقتي زعيم الاتحاد الارنب الاسود؟ ظهر يقول له ودي احد الجنرالات السماويه. يقول له الملك ده اللي قصدته بانها اختك، خلي بالك منها بقى. ظهر يقول له انت وقعت في حبها من البصه الاولى. يتكسف الملك ويقول له بطل اي كلام. يقول ظهر البنت بتنامي وانت قدامك 10 ايام بس والسم يخلص عليكي؟ تقوم في ثانيه وتقول له ما تقلقش هخلص المهمه قبل المده. وتشكر الملك على حساء اللحم ويقول لها تعالي تاني، واضح انه عجب بيها فعلا. وتسيبهم وتمشي وتكون متعصبه من ظهر وتبص وراها وتلاقي ظهر بيشاور بايده انه بعد 10 ايام هتموت. فتجري بسرعه وتقول ان لقيت المجنون ده مخيف، لا مخيف جدا. ونشوف ظهر وهو بيتمشى في المدينه وتوجه للنزل بتاعه اللي كان بيتبني، ويشوف هناك زعيم البنائين ويسلم عليه ويساله ظهر عن الاحوال وهو غايب. يقول له سمعنا انك قتلت زعيم الاتحاد الارنب الاسود وبقيت انت الزعيم الجديد. وسيما بيلف في المدينه عشان يتاكد ان كل حاجه تمام. ويساله ظهر عن سونج، يقول له انه اتخانق مع سيما بسيف خشبي، لكن سيما كاله علقه سخنه وكان شكله وحش قوي عشان كده هو بيتضرب الايام دي. ويكون بيضحك على سونج ويقول له اتهزم ال10 مرات اللي واجه فيهم سيما، وان مكان نزالهم بقى معلم والناس بتيجي عشان تشوف سونج وهو بيتبهدل. ظهر يطلع من جيبه صفائح ذهبيه ويديها لزعيم البنائين ويقول له ظهر خليها معاك وهات بيها حاجات انت والعمال، ويسيبه ويمشي. لكن وهو ماشي في الغابه يقابله مجموعه من الاشخاص وعينه تقع في عين شخص منهم، والشخص ده يقول له انت ظهر. ظهر يلف له ويكون الشخص ده مسلح ومعاه اتباعه كمان مسلحين وشكلهم ناويين على القتال. يقول له اعتقد انك ليه ظهر، ويكون احد الاشخاص معاه رسمه لظهر ويقول له اعتقد ان هو. ظهر يقول لهم انتم من اتحاد حصن اللؤلؤه السوداء صح؟
محدش فيهم يجاوب، لكن في شخص يكلم زعيمهم بصوت واطي ويقول له ما اعتقدتش انه هيكون هنا، الناس قالوا انه غايب من مده. يقول ظهر نفسه واضح انهم جم عشان يعملوا فوضى لما سمع انه مش موجود. فصيل الظلام بيستخدم تكتيكات زي دي دايما. يقول له زعيمهم انا اسمي دوك جو سينج من حصن اللؤلؤه السوداء، سمعت انك قتلت الاخوه الثلاثه جو يانج. وضع سيد حصن اللؤلؤه السوداء جايزه 30 صفيحه ذهبيه على راسك. احنا كنا جايين عشان نسلم مستند انك مطلوب في المدينه، فاستلمه انت وتعالى معانا وخلي الزعيم ياخد الجايزه وهنسيبك عايش. يقول ظهر نفسه ان في قاعده عامه انك ما تستلمش اي حاجه يديها لك فصيل الظلام وما يمدش ايده. يكون دوك مستغرب ان ظهر مش راضي يستلم المستند. يقول له ها هتعمل ايه؟ يقول ظهر واضح ان في عدد كبير جدا من الاشخاص عشان بس يسلموا مستند مطلوب. يقول له دوك ده عشان احنا سمعنا عن قوتك. ظهر يقول لنفسه في ايام ما بكونش عاوز اقتل فيها حد بدون سبب، لكن اليوم مش واحد منهم، وانا مش هبقى مجنون لو كانت افعالي سويه. يقول له ظهر انا مش حاسس اني عاوز اجي معاكم، قول لزعيمكم هبقى اجي بعدين، ويسيبهم ويمشي. يقول له دوك الاحسن انك تيجي معانا دلوقتي، ويكون بيهدده. ظهر يقف ويقول له وعينه كلها شر انت قلت لي ان اسمك دوك صح؟ قول لي ليه بتحاول انك تموت انت واتباعك؟ يجاوبه دوك انت ازاي عاوزنا نتعامل معاك في موقف زي ده بعد ما قتلت الاخوه الثلاثه تقول لي انك هتبقى تيجي معانا بعدين؟ الموضوع مش هيختلف لو قتلتنا دلوقتي وجيت الحصن بعدين، او لو جيت معانا دلوقتي. لو فضلت تاجل زيارتك للحصن هتضطر تواجه اتحاد النمر وبعين السيوف الثلاثه اللي هم اساسا حاطين الجايزه عليك. زي يقول لنفسه اللقيط ده مش خايف من الموت، ويكون بيبتسم. زي يقول له ماشي يلا بينا انا جاي معاك، وباين ان عنده خطه لحصن اللؤلؤه السوداء. ويقولوا ان شيء حزين انه بشخصيتين، لما يلبس القناع فبيكون زعيم اتحاد الارنب الاسود وبيقوي فصيل الظلام، اما لما يخلعه فبيكون الشيطان المجنون عدو فصيل الظلام تاني.